عزيزي طالب الثانوية، قبل ما ابدا معاك كلامنا النهارده عايز اقول لك ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. الدرجات بتاعتنا زادت، الدرجات زادت. تعال اقول لك ازاي. بالنسبة لثالثة ثانوي دفعة 25 اللي عدت، كان عندنا الدرجة من 25 في الألماني. بعد كده الحمد لله رجعت زي ما كانت قبل كده، والمعتاد من 40 درجة. كام؟ 40 درجة. ونفس الموضوع بقى في ثانية ثانوي، برضو ثانية ثانوي الدرجة بتاعتهم بقت من 40. وحبايبنا الكتاكيت الحلوين اولى ثانوي الدرجه بتاعتهم من كام؟ من 100. سيرفوس حبايبنا الغاليين طلبة الثانوية، وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده احنا طالعين معاكم في الفيديو ده، هنبدأ بإذن الله المحاضرة التأسيسية الأولى. بس أنا في وجهة نظري أنا بعتبرها التانية، عشان المحاضرة اللي فاتت كانت محاضرة تأسيسية لكل الناس اللي حابة تتعلم ألماني، سواء كانوا سفر أو شغل أو أولى أو تانية أو تالتة ثانوي. فهنعتبر دي بالنسبة للطلبة بتوعنا بتوع الثانوية الجمال الحلوين المحاضرة التأسيسية التانية. والمحاضرة التأسيسية التانية ديت بالأخص معمولة عشان طلبة تانية وتالتة ثانوي. واحد يقول لي طب فين أولى؟ يا جماعة ما هو منهج أولى هو أصلا منهج تأسيسي، مش محتاجين المحاضرة دي غير قدام شوية ممكن يرجعوا لها هيلاقوا فيها أجزاء كتير من المنهج بتاعهم. إنما طلبة تانية وتالتة ثانوي اللي كانوا مطنشين الألماني، ركز معايا يا حبيبي وتعالى كده عشان هفكرك بأول حاجة أنت خدتها في أولى ثانوي، وهي دير زاتس. وكلمة دير زاتس يعني الجملة. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عن الجملة يا أصدقائي، وعايزكم تركزوا معايا. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي، وورقة وقلم، كوباية قهوة أو نسكافيه. ركز معايا، محاضرة مش طويلة خالص، محاضرة لذيذة وهتستفاد منها كتير كتير كتير. عشان التأسيس هو عبارة عن 50% من المنهج الأساسي بتاعك، عشان اللغة كلها حاجات تراكمية. يعني اللي خدناه في أولى علينا في تانية، واللي خدناه في أولى وتانية علينا في تالتة، وهكذا. فركز معايا وامشي معايا واحدة واحدة كده وصلي على النبي. في البداية أنا هبدأ أتكلم على der Satz، وزاتس قلنا يعني الجملة. تعالى نعتبر مع بعض إن الجملة بشكل بسيط مكونة من 3 أجزاء. ال3 أجزاء اللي هنتكلم عليهم النهاردة هم Subjekt يعني فاعل، verb يعني فعل، وobject يعني مفعول. في محاضرة النهارده بإذن الله هنفرم الزوبيكت، هنتكلم عن كل أشكال الفاعل اللي هتقابلنا وإزاي تعرف في الجملة. بعد كده هندخل على الفعل وهنتكلم على الفعل بشكل بسيط، وهنكمله إن شاء الله المحاضرة الجاية، وهنضيف عليه الأوبجكت اللي هو المفعول. فركز معايا كده بسم الله. اول حاجه هنتكلم عليها قلنا هنتكلم على الزوبيكت اللي هو الفاعل. هل انت دلوقتي لو جالك جمله بالالماني وانت طالب راكن الالماني مش عارف في اي حاجه وعمال تركن وتنسى تركن وتنسى، لو جات لك جمله هل هتعرف تطلع منها الفاعل، تطلع منها الزوبيكت؟ على ما اظن لا. تعال اعلمك ازاي تعرف الفاعل. صلى على النبي. اول حاجه تعال نعتبر عندنا ان الفاعل ليه 3 اشكال. كم شكل يا صديقي؟ 3 اشكال. ايه هم ال3 اشكال اللي ممكن يكونوا في الجمله ويعبروا عن الفاعل؟ اول حاجه نومن. نومن يعني الاسم، زي مثلا احمد، عمر، هانز، مريم، ساره، فاطمه، ايا كان اسم علم او اسم شخص. ممكن رقم 2 يكون عندي حاجه اسمها بوغنومن. بوغنومن يعني الضمير. ضمير زي ايه؟ افكرك وهنتكلم عنه بالتفصيل، زي ايش، دو، إير، إس، زي، وهكذا. أو ممكن يكون حاجة اسمها نومن ميت ارتكل، يعني اسم له أداة، وهفكرك بالأدوات اللي هي كانت إيه؟ دير أو داس أو دي. فاحنا دلوقتي هنبدأ نتكلم على كل نوع من ال3 دول، وهنقول لك يجي ازاي في الجملة وأشكاله إيه وهنعمل إيه لما نشوفه. تاني هنتكلم على الزوبيكت الفاعل. يعتبر بالنسبة لنا الفاعل كم شكل؟ 3 أشكال، زي نومن اسم، او بغنومن ضمير، او نومن ميت ارتكل يعني اسم له اداه. سمي الله وركز معايا. اول جزئيه انا هتكلم عليها النهارده باذن الله هي الضمائر. بيرسونال برونومن يعني الضمائر الشخصيه. انا عندي في الالماني ضمائر، واي ضمير هقوله دلوقتي هنعتبره زوبيكت، وزوبيكت يعني فاعل. تاني عندي ضمائر في الالماني، واي ضمير هقوله دلوقتي هنعتبره زوبيكت، وزوبيكت يعني الفاعل. طب عندي كم ضمير؟ عندي 9 ضمائر. يلا نحفظهم مع بعض. يلا مركز، يلا بينا. اول ضمير قول معايا يلا. ايش. اسمه ايه؟ ايش. اسمه ايه؟ ايش، مش ايش، ها؟ ايش يعني انا. وتاني ضمير دو، ودو يعني انت او انتي.
انت او انت. بعد كده عندي ضمير اسمه اير. اير اير معناه هو للمذكر. تاني، ايش يعني انا، دو يعني انت او انت، اير هو للمذكر. عندي ضمير اسمه اس معناه هو او هي للمحايد. ونقف هنا وقفه بسيطه، هو يعني ايه محايد يا هي؟ يعني ايه كلمه محايد؟ احنا مش فاهمينها. اصل احنا عندنا في العربي مذكر ومؤنث. يعني ايه محايد؟ بصوا يا جماعه صلوا على النبي، كلمه محايد دي هي حاجه موجوده في اللغه الالمانيه، ملهاش مقابل عندنا في العربي. يعني احنا عندنا في العربي المذكر معروف والمؤنث معروف، هل اطلقنا على حاجه عندنا في العربي محايد؟ لا. فبالتالي احنا كناس لغتنا الاساسيه عربي مش فاهمين يعني ايه محايد. بس الالمان عندهم حاجه اسمها محايد وبيستخدموها وهنعرفها. لحد الان عايزك تعرف ان في ضمير اسمه اس يستخدم لايه؟ للمحايد. واحده واحده هعلمك امتى تستخدم اس في الجمله، تمام؟ طيب بعد كده عندي ضمير اسمه زي، وهتلاحظ ان زي مكرر 3 مرات، يعني زي كروس. وهفكرك ايه هما الثلاثه زي ومعانيهم ايه، وليه قلنا على الثالثه زي جروس. اول زي عندي معناها هي للمؤنث، يعني زي في الالماني ممكن تيجي لمفرد المؤنث معناها هي. زي الثانيه معناها هم او هن للجمع، يعني زي برضو ممكن تيجي للجمع. وزي الثالثه الاس بتاعتها بتكون كبيره شويه، اسمها زي جروس. زي ايه؟ جروس. كلمه جروس يا جماعه عندنا في الالماني زي كلمه كابيتال في الانجليش او حرف كبير في العربي، فخلي بالك احنا سميناها زي جروس عشان بتيجي الاس بتاعتها دايما كبيره. طيب معناها ايه؟ والله هي لها معنيين، معنى مفرد ومعنى جمع. يعني لو بتكلم شخص واحد سواء كان مذكر او مؤنث ممكن تقول له حضرتك او حضرتك، فكده المعنى المفرد. المعنى الثاني لو اكتر من شخص وعايز تكلمهم باحترام هتقول لهم ايه؟ حضراتكم. يبقى زي جروس تستخدم احترام. هي في الالماني عندنا اسمها صيغه فورمال، يعني صيغه رسميه. احنا بنقولها للطلبه بتاعتنا عشان نمشي دنيتنا معاهم ويفهمونا ان هي صيغه احترام. معناها ايه؟ حضرتك او حضرتك للمفرد، وحضراتكم لايه؟ للجمع. فلو جيت سالت اي حد عندي كام زي في الالماني يقول لي 3. كام زي في الالماني؟ يقول لي 3. واحده هي مؤنث، واحده هم او هن جمع، واحده زي جروس اس كبيره يعني احترام، حضرتك او حضرتك، ولو جمع حضراتكم. بعد كده هنيجي على الضمير رقم 8 اسمه فيا. فيا يعني نحن. والضمير رقم 9 اسمه اير يعني انتم. فيا واير، نحن وانتم. دول كام ضمير يا صديقي؟ 9. قبل ما تنقل على حاجه جديده افتكر معايا، في الالماني كام ضمير؟ 9. كلهم بيكونوا في موقع ايه في الجمله؟ بيكونوا فاعل. يبقى اي جمله هشوف فيها ضمير من دول هعتبره فاعل. طيب ايه هم الضمائر؟ يلا قول. ايش دو اير اس كام زي؟ 3 زي. كام زي؟ 3 زي. زي جروس. wir ihr. طيب ايه المعاني؟ اتعرفت خلاص وقلنا ال3 زي، واحده مؤنث واحده جمع واحده اس كبيره تستخدم للاحترام. طيب انا كده عرفت ان الزوبيكت الفاعل ممكن يجي على شكل ضمير والضمائر 9. طيب احنا اول نوع قلناه اصلا لما كنا بنتكلم على الفاعل قلنا ممكن يكون اسم، صح؟ انا اصريت وحبيت اعرفك الاول ايه هو الضمير عشان لما اخد معاك دلوقتي الاسم هعلمك حاجه اوعى تنساها، بنشتغل عليها كتير في المنهج بتاعنا سواء تانية او تالتة، وهي لما يجي لنا حاجه في الجمله اسمها نومن. اسمها ايه يا صديقي؟ اسمها نومن. وقلنا النومن اللي هو الاسم. انا دلوقتي لو جالي اسم في الجمله، الاسم ده ممكن يكون في موقع ايه؟ في موقع فاعل. طيب انا عايز اعلمك حاجه بقى في الاسم، صلى على النبي. هو الاسم لو جه في الجمله ممكن يكون فاعل؟ طيب انا عايز اعلمك لو جالك اسم في الجمله ازاي تخليه ضمير. يعني لو قابلني اسم ازاي اعوض عنه بضمير تاني، لو قابلني اسم ازاي اعوض عنه بضمير. صلى على النبي. طيب ركز معايا كده، لو جالي مثلا اسم مذكر، هتقول لي اسم مذكر زي ايه؟ زي مثلا عمر. هل عمر ده اسم ايه؟ اسم مذكر. طيب هل في ضمير في الالماني بنعوض بيه عن الاسم المذكر؟ هتقول لي عمر اسم مذكر هعوض عنه بهو. وهو في الالماني يعني اير، محترم. يبقى اي اسم مذكر هيقابلني اعامله ايه؟ اعامله كانه اير، واير يعني هو. طيب افرض عندي اسم مؤنث، بقول مثلا اسم مؤنث زي مثلا
فاطمة. فاطمة ده اسم ايه؟ اسم مؤنث. هعوض عنها بايه؟ هعوض عنها بهي. طب افتكر معايا، هو في ضمير في الألماني لسه واخدينه معناه هي للمؤنث؟ كان ضمير ايه؟ كان ضمير زي. يبقى انا خدت قاعدة حلوة قوي، اي اسم مذكر هيقابلني عامله كأنه ايه، وايه يعني هو، والاسم المؤنث عامله كأنه هي، وهي يعني زي. طيب افرض قابلني يا صديقي اسم، اقرأ معايا كده، اسم ايه؟ جمع. اسم ايه؟ جمع. زي مثلا قلت عمر und، وكلمة und يعني und ايه؟ فاطمة. السؤال هنا، عمر وفاطمة دول واحد ولا اتنين؟ اتنين. يبقوا مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى خدها قاعدة، اكتر من واحد جمع، اكتر من واحد جمع، اكتر من واحد جمع. طب لما يقابلني جمع اعمل ايه؟ صلي على النبي يا صديقي. اول حاجة هتعملها، هتقول لي الجمع في ضمير للجمع في الالماني؟ هقول لك طب ايه هو ضمير الجمع؟ هتقول لي اسمه زي. طب كان معناه ايه؟ كان معناه هم. يبقى انا دلوقتي ممكن استخدم زي لو بعوض عن مؤنث، ممكن استخدم نفس الزي لو بعوض عن جمع. واحد يقول لي طب افرق بينهم ازاي؟ سهله يا صديقي، حسب الاسماء اللي في الجمله. لو اسم مؤنث يبقى زي في دماغي معناها هي، لو اسمين او اكتر، او اسم واحد بس بيدل على الجمع زي كلمه كندر. كندر يعني ايه؟ اطفال. كلمه اطفال دي مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى هختار الزي بتاعت ايه؟ بتاعت الجمع. يبقى مذكر ايه هو، مؤنث زي هي، جمع يعني اكتر من واحد برضو زي بس معناها هم او هن. طيب الملحوظه اللي عايز اقولها لك دلوقتي، بص الحته اللي جايه دي، بص الحته اللي جايه دي وانت اللي هتركز. بص لو كتبت لك برلين. برلين دي ايه؟ مدينة، دي عاصمة ألمانيا. جدع. تعرف لو جالك اسم مدينة في الجملة تعرف تخليه أو تعوض عنه بضمير؟ هتقول لي سهلة. أي اسم مدينة هيقابلني هعامله كأنه محايد، نويترال يعني محايد. طب المحايد كان ليه ضمير معروف، كان اسمه إيه؟ اس. يبقى أنا افتكرت إن أي مدينة هتقابلني أعوض عنها بإيه؟ أعوض عنها بإس. واغلبيه الدول، ما قلتش كلهم عشان في حاجات في المنهج هتعرفها في الدول، اغلبيه الدول زي مثلا قلت دويتش لاند. دويتشلاند يعني المانيا. دي ايه؟ دوله. هعملها كانها ايه؟ هعملها كانها محايد، وبرضه هعوض عنها بايه؟ اعوض عنها باس. صلى على النبي. لو قابلني في جمله اسم مدينه، اسم مدينه بس مدينه واحده، او دوله بس دوله واحده، اعملهم معامله الميتغال اللي هو المحايد، واعوض عنهم بايه؟ واعوض عنهم باس. ملحوظه، صلى على النبي. افرض جالك في الجمله بدل ما يجي لك اسم مدينه واحده جالك مدينتين، وبدل دوله واحده جالك دولتين او اكتر. في الحاله دي هنعملها معامله ايه؟ بص على اللي انا هكتبه دلوقتي. كتبت مثلا برلين und كايرو. برلين والقاهرة دول مدينة ولا اتنين؟ هتقول لي اتنين. اتنين ها؟ ملحوظة من شوية لسه قايلينها، أكتر من واحد إيه؟ جمع. واحد يقول لي طب ما أنت قلت لي من دقيقة واحدة إن لو قابلني مدينة أعملها كأنها محايد وأعوض بإس، بس كلامي بالعربي كان واضح. قلت لو قابلني إيه؟ مدينة. قابلني إيه؟ مدينة واحدة بس. دول كام مدينة؟ اتنين. يدخلوا دلوقتي تحت مسمى الجمع. يبقى لو مدينة لوحدها اس، دولة لوحدها أو أغلبية الدول لو حاجة لوحدها اس، بقوا اتنين مع بعض أو أكتر يدخلوا في حالة جمع. هتقول لي يعني أنت قصدك إن لو في مدينتين أو أكتر، دولتين أو أكتر، أعوض عنهم بزي اللي هي معناها هم بتاعت الجمع؟ جدع. تاني مدينة واحدة، دولة واحدة، أو غالبا لو دولة واحدة اس. طيب مدينتين أو أكتر، دولتين أو أكتر، ينطبق عليهم مسمى الجمع، والجمع يعني زي وزي يعني هم. بص على الحتة اللي جاية دي وصلي على النبي. افرض جالي في الجملة، افرض جالي في الجملة الشكل اللي هقوله لك ده. جيت مثلا بقول عمر und يعني und ايه؟ und ich. تعالى كده نوصل لنتيجة من المسمى اللي قدامنا دي. أنا بسميها معادلة، اعتبرها معادلة وعايزين لها نتيجة. أنا جيت بقول عمر وأنا، عمر وأنا يعني إحنا الاتنين. يبقى أنا استنتجت إن أي، بسم الله، إن أي اسم معاه إيش
اي اسم مذكر مؤنث اي اسم معاه ايش يعني انا، يعني اي حد وانا النتيجه هتكون نحن، النتيجه هتكون نحن. ونحن يعني ايه في الالماني؟ فير، يعني فير. تاني لو جالي اسم وانا، اسم وانا يعني نحن، اسم وانا يعني نحن. طب بص المعادله الثانيه دي وانت اللي هتحلها. لو جالي برضو بدل عمر مثلا نخليها فاطمه، جيت قلت ايه؟ فاطمه und يعني و دو. تعالى كده نشوف النتيجه بتاعت المعادله دي، صلى على النبي. جيت بقول لك دلوقتي فاطمه وانتي، بكلم بنت بقول لها ايه؟ فاطمه وانتي. هتقول لي احنا. لا 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 لا، ما تاخدش الكلام عن نفسك غير لو في ايش. يعني بص اي حد ورا النتيجه احنا. جيت انا بقول فاطمه وانتي، انا قصدي ايه؟ فاطمه وانتي، انا قصدي انتوا الاثنين، يعني انتم. يعني انت قصدك لو جالي اسم ومعاه دو النتيجة أنتم، صح. وأنتم يعني إيه في الضمائر؟ خدناها من شوية، يعني إير. تاني لو جالي اسم وإيش النتيجة نحن تبقى فير، إنما لو جالي اسم ودو النتيجة أنتم تبقى إير. أحسنت. مراجعة سريعة، مراجعة سريعة، عشان كمان دقيقة هعمل معاك حاجة اسمها مقارنة، والمقارنة دي عايزين نوصل معاها لنتيجة حلوة. صلى على النبي يا صديقي. بسم الله. لو أنا جيت في جملة لقيت اسم مذكر، لقيت اسم مذكر اعوض عنه هو يعني اير. اسم مؤنث، مؤنث يعني هي، وهي يعني زي. اسم جمع يعني اكتر من واحد، يبقى هم، وهم برضو يعني زي. طيب مدينة واحدة اس، غالبا دولة واحدة اس. طب مدينتين او دولتين او اكتر ينطبق عليهم مسمى الجمع، تبقى زي هم. طيب اسم وانا نحن، اسم وانا نحن، اسم وانا نحن يعني فير. اسم وانت انتم، اسم وانت انتم يعني ايه. انت كده زي الفل. كده لو قابلك اسم هتعرف تعوض عنه بضمير. عايز اعمل معاك بقى تركايه جديده، لو انت فهمتها يبقى انت في التعويض باشا ابن باشا. صلى على النبي. دلوقتي هنعمل مقارنه جميله جدا 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 بين حاجتين، بس عايزك تركز معايا عشان انت اللي هتعمل المقارنه دي. انا هجرب معاك مره وانت اللي هتكمل. من شويه كنا كاتبين اسم مذكر اسمه عمر. عمر لسه كاتبينه وقلنا مذكر هو ايه، صح؟ ركز معايا. بص وهنعمل جنبه سهم صغير كده، وهنكتب هنا برضو عمر، ونعمل سهم صغير. بس عمر اللي هنا انا هعمل لك جنبه علامه اسمها كوما. طيب انا عايز اعمل مقارنه، مقارنه بين ايه؟ ان لو جات لي جمله، لو جات لي جمله والجمله فيها اسم والجمله فيها اسم، والاسم ده مره كان جنبه كوما ومره مفيش كوما، هو ايه الفرق؟ ايه الفرق بين عمر لو جنبه كوما وعمر لو مفيش كوما؟ صلى على النبي. دلوقتي لو جالي اسم جنبه كوما، الكوما دي يا جماعه بتدل على حاجه مهمه جدا، بتدل على ان الاسم ده مخاطب. اسم ايه؟ مخاطب. بالبلدي هنعتبر الشخص ده موجود، كاني بنده عليه، كانه قدامي، كاني بقول يا كذا. تاني لو اسم جنبه كوما هيكون اسم مخاطب، هيكون اسم مخاطب يعني كأن الشخص موجود، كأنه قدامي، كأني بكلمه، كأني بقول يا كذا بنده عليه. طيب لو اسم مفيش كوما، ده اسم هيكون غائب، يعني بالبلدي مش موجود، مش قدامي. انا عايز طيب انت عايز توصلني لايه؟ هقول لك انا عايز اوصلك ليه. بسم الله. هنا عمر ده اسم مذكر، جدع جدع ما شاء الله عليك. عمر هنا اسم ايه؟ اسم مذكر. طيب ما سهله، ما احنا مش اتفقنا مع بعض من شويه ان عمر هو، وهو يعني ايه؟ بس في تغيير بسيط هيحصل. عمر لو جه جنبه كوما هنعامله كانه اسم مخاطب، فبالتالي كأنه عمر موجود، كأني بقول يا عمر. هو لو عمر موجود قدامي دلوقتي، لو واحد بيتفرج عليا اسمه عمر وبكلمه، هقول له هو ولا اقول له انت؟ هقول له انت. يبقى القمة دي خلتني بدل ما عمر ما كانش موجود بقى موجود، فهقول له ايه؟ انت. عرفت عايز اوصلك لايه؟ يعني انت قصدك الاسم اللي جنبه كوما ده مخاطب، جدع يعني موجود، جدع. ولو اسم مذكر هقول له ايه؟ هقول له انت. طب انت عرفت ان هو مخاطب عشان في ايه؟ في كوما. طب انت يعني ايه بالالماني؟ دو، محترم. تعالى هنا بقى. هنا عمر في كوما ولا مفيش؟ مفيش. مخاطب ولا غائب؟ غائب. موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. عمر اسم مذكر مش معانا دلوقتي.
لما نيجي نتكلم عليه هنقول انت ولا نقول هو؟ هنقول هو. طب هو يعني ايه؟ يعني اير، ودي اللي لسه واخدينها من شويه. يبقى انت خدها قاعده، لو جالك اسم جنبه كوما عرفت هتعمل معاه ايه؟ هتعوض عنه بضمير مخاطب. تعوض عنه بضمير مخاطب. طب ضمائر المخاطب عندنا في الالماني كام؟ افكرك، انا عندي 3 ضمائر للمخاطب. لو المخاطب ده مفرد سواء كان مذكر زي عمر او مؤنث زي فاطمه، هندي عليها مثال دلوقتي، بنعوض عنهم بدو. دو يعني انت او انت، لو مخاطب مفرد مذكر بس او مؤنث بس. طب لو هم 2 او اكتر ده اسمه مخاطب جمع، بنقول لهم انتم، وانتم يعني اير. طيب لو مخاطب بشكل محترم بطريقه احترام بصيغه رسميه هنقول له حضرتك او هنقول لها حضرتك، او لو جمع نقول لهم حضراتكم. يبقى المخاطب ليه كام طريقه عندنا؟ 3: مفرد جمع احترام. احنا دلوقتي شغالين في ايه؟ في طريقه المفرد. خدنا اسم مذكر، هنجرب مع اسم ايه؟ اسم مؤنث. صلى على النبي. طيب انا هكتب دلوقتي هنا، نغير لك اللون عشان ما تضيعش مننا. بسم الله. خلاص بقى، هكتب لك دلوقتي هنا فاطمه. كتبت ايه؟ فاطمه. وهنعمل نفس المقارنه، بس فاطمه اسم ايه؟ اسم مؤنث. طيب هكتب هنا ايه؟ هكتب فاطمه. طب فاطمه اسم ايه؟ اسم مؤنث. طب هعمل هنا جنبها ايه؟ هميزها بايه؟ بكوما. طب انت فهمت ايه؟ صلى على النبي، انت اللي هترد بقى. فاطمه هنا جنبها كوما، يعني هعملها كانها مخاطب، يعني كانها موجوده. يعني اقول هي ولا اقول انت؟ اقول انت. طب انت يعني ايه في الالماني؟ يعني دو، محترم. انما هنا فاطمه في كوما ولا مفيش؟ مفيش. موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده. فاقول عليها ايه؟ اقول عليها هي. طب هي يعني ايه؟ يعني زي. يبقى احنا عملنا مقارنه بين الاسم المذكر في كوما ومفيش كوما، والمؤنث في كوما ومفيش كوما، وعرفت ان الكوما بتدل على المخاطب، ودي كانت حاله مفرد. دلوقتي هنتنقل مع بعض لحاله ايه؟ حاله الجمع. هدي مثال على كلمه مثلا اسمها كيندر. كيندر يعني اطفال. كيندر يعني اطفال. وهكتب هنا برضو كلمه اسمها ايه؟ كيندر. كيندر يعني اطفال. بس هنا هعمل كوما، هنا هعمل كوما. اعمل لي هنا سهم جميل وهنا سهم اجمل منه، وصلى على النبي. لو احنا جينا مع بعض فكرنا، هل كيندر اطفال مفرد ولا جمع؟ هتقول لي سهله، جمع. طيب هنا مفرد ولا جمع؟ هتقول لي سهله، جمع. طب ايه الاختلاف؟ هنا في كوما، هنا مفيش كوما. طب لما اجي استخدم ضمير من الضمائر التسعه اللي احنا خدناهم، هنستخدم هنا ضمير ايه وهنا ضمير ايه؟ سهله. هتقول لي بص، لو جالي اسم جمع يعني اكتر من واحد وعندي كوما، يبقى هعملهم كانهم مخاطب. يعني الاطفال كانهم قدامي، بقول لهم يا اطفال. اقول لهم ايه بقى؟ انتم ولا اقول هم؟ الاطفال قدامي هقول لهم انتم. جالي اسم جمع والجمع جنبه كوما، اعوض عنهم بانتم. وانتم عندنا في الالماني يعني ايه. تاني، جمع جنبه كوما، انتم، وانتم يعني ايه. طيب كندر. كندر يعني ايه؟ اطفال. مفرد ولا جمع؟ جمع. في كوما ولا مفيش؟ مفيش. موجودين ولا مش موجودين؟ مش موجودين. مخاطب ولا غائب؟ غائب. يعني الاطفال كانهم مش قدامنا دلوقتي، مش معانا. هنتكلم عنهم نقول ايه؟ انتم ولا هم؟ هنقول هم. طب هم يعني ايه بالالماني؟ يعني زي. احسنت يا صديقي. يبقى انت دلوقتي بتعرف تعوض عن الاسم اللي جنبه كوما والاسم اللي مفيش جنبه كوما، سواء كان مفرد او جمع. هتنقل معاك دلوقتي على المرحله رقم 3 في المقارنه دي، وهي صيغه الاحترام او الصيغه الرسميه اللي اسمها زي جروس. عايز اعرف امتى اعوض عن الاسم اللي عندي بزي جروس. صلى على النبي. انا هكتب مثلا، هاجي هنا اكتب هير عمر، وهكتب مثلا كلمه اسمها فراو فاطمه. وهاجي الناحيه الثانيه المقارنه بتاعتهم، هروح كاتب هير عمر بس هعمل كوما. احسنت. وهنا هكتب فراو فاطمه بس هعمل كوما، واشد سهم هنا وسهم هنا والسهم الجميل اللذيذ هنا واخوه هنا. طيب نعمل المقارنه ازاي؟ انت اللي هتقول. في البدايه قبل ما نحط الضمير هفكرك بمعنى كلمه هي وكلمه فراو. كلمه هي يعني الاستاذ او السيد كذا،
مع المذكر، وكلمة فراو يعني الأستاذة أو السيدة كذا مع المؤنث. طيب هنلاحظ الفرق بين الشكل اللي هنا والشكل اللي هنا، إن الناحية دي فيها كوما والناحية دي ما فيهاش كوما. طيب افتكر معايا كده، هو الاسم اللي كان جنبه كوما بنعامله كأنه إيه؟ كأنه مخاطب، يعني كأنه موجود. كأنه إيه؟ مخاطب، يعني كأنه إيه؟ كأنه موجود. طيب أو بنقول له يا كذا، يعني هير عمر جنبه إيه؟ جنبه كوما. يعني هير عمر، الأستاذ عمر أو السيد عمر، وجنبه كوما يعني موجود. يعني الراجل ما شاء الله عليه أستاذ أو سيد وموجود، واجب عليا إيه؟ أحترمه. يبقى خدها قاعدة، خدها قاعدة، لو جالي في جملة كلمة هير، هير أو كلمة فراو، فراو طبعا هير مع مذكر وفراو مع المؤنث وفي كوما، استنتجت ان هم كانهم مخاطب، كانهم موجودين، بس مش هينفع اقول له انت وانتي. ليه؟ عشان ده استاذ او سيد ودي استاذه او سيده، فهقول له حضرتك وهقول لها حضرتك. فالحالتين هعوض بايه؟ بزي جروس بتاعت الصيغه الرسميه اللي هي صيغه الاحترام. طب افرض جالي في الجمله كلمه هير وكلمه فراو بس مفيش كوما، هقول لك جمله بنقولها للطلبه بتاعتنا في السنتر، جمله جميله. بص، لو جالي في الجمله هير او جالي في الجمله فراو وفي عندي كوما، في احترام. لو جالي في الجمله هير او جالي في الجمله فراو ومفيش كوما، مفيش احترام. هتقول لي يعني ايه مفيش احترام؟ ما هو استاذ او سيد واستاذه او سيده، ازاي ما اقول لهمش حضرتك؟ هل احنا عندنا في الضمائر التسعه اللي خدناهم في ضمير اسمه حضرته او حضرتها؟ لا، احنا عندنا حضرتك او حضرتك ده بيكون للمخاطب فقط. طب لو غائب يعني مفيش كوما، مش موجود، اعتبره عمر كأنه اسم مذكر عادي. أنا بسهل عليك بطريقة ما، كأن اسم مذكر عادي فهتعوض عنه كأنه هو، وهو يعني اير. طب وكلمة هير دي اعتبرها يا عم مش موجودة عشان الراجل مش موجود، يعني كأننا مش هنحترمه. طب فغاو فاطمة في كومة ولا مفيش؟ مفيش. أقول لها حضرتها؟ ما عندناش بغنوم، ما عندناش ضمير بيعبر عن حضرتها، لكن عندنا ضمير مؤنث معناه هي، وهي يعني زي، يعني كأن كلمة السيدة أو الأستاذة مش موجودة. فخدها قاعدة في المقارنة دي، المقارنة بالكوما ليها 3 حالات، مرة مع المفرد وبنعوض بدو، بنعوض بدو، ومرة مع الجمع بنعوض بإير وبشرط يكون في كوما، ومرة الاحترام أو الصيغة الرسمية وبنستخدم فيها زي جروس بس بشرط يكون عندي كلمة اسمها هير أو كلمة اسمها فغاو ويكون عندي كوما عشان استخدم الاحترام. انما لو عندي كلمه هير او كلمه فراو ومفيش كوما، اعتبرها مفيش احترام، يعني كانه اسم مذكر عادي هعوض عنه بهو، وهو يعني اير، او اسم مؤنث عادي، مؤنث يعني هي وهي يعني زي. ودي كانت حاله المقارنه اللي انا عايزك تعرفها. طيب بعد كده هنتنقل مع بعض على ايه؟ هنتنقل مع بعض على حاجه بسيطه عايز افكرك بيها. صلي على النبي. بص يا صديقي، في أداة استفهام بتقابلنا كتير في الألماني اسمها فير، اسمها فير معناها من للعاقل، بسأل بيها عن شخص إيه؟ عن شخص عاقل، اسمها فير. خلي بالك نحن يعني فير بالإي، دي بالإي، فير، فير. طيب ساعات بيقابلني يجيب لي جملة ويقول لي إيه؟ فير، ويعمل لي بعدها نقط، وكمان شويه هناخد الجمله دي في تصريف الافعال. طيب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني هنا اعرف ان فير دي في الالماني بتعامل معامله مفرد. وهنا هقول لك ملحوظه مهمه عايزك تعرفها طول ما انت شغال معايا. صلى على النبي. ايه هي الملحوظه دي؟ ان لما اقول لك الحاجه بنعملها معامله مفرد، يعني كانك بتعملها كانها اير او اس او زي، يعني كانهم ضمائر المفرد الغائب اللي هم ايه؟ هو والمحايد وهي. دي ملحوظه كده احفظها. اي حاجه اقول لك هنعملها كانها مفرد، دماغك هتقول لك يعني كانها اير او اس او زي. فكمان شويه، كمان شويه لما اجي اذكر لك الحته دي واتكلم على حاجه اسمها تصريف الفعل، ده كلام سابق اوانه، انا بس بقول لك ملحوظه سريعه. اتكلم على حاجه اسمها تصريف ايه؟ الفعل، واجيب لك كلمه فير واقول لك هنا حط لي فعل، والفعل ده لازم يكون مصرف. هتصرف الفعل مع مين؟ هتقول لي هصرف الفعل مع ايه؟ مع المفرد. دي ملحوظه هقولها تاني كمان شويه، ما فهمتهاش قوي مفيش مشكله، هعيدها تاني. يبقى لما يقابلك فير معناها من للعاقل بتعامل معامله المفرد كانها اير او اس او زي. طيب انا هحتاجها امتى؟ هحتاجها لما اجي اعمل تصريف الفعل. طيب تصريف الفعل هيكون كانه مع مين؟ كانه مع اير او اس او زي. طيب في ملحوظه تانيه احنا بنقولها على الحته دي، بالبلدي بالحب.
لما يقابلك كلمه فير احذف اول حرف، اعتبرها كانها اير. واحد يقول لي هو انا اعتبرها اير ولا اعتبرها اير واس وزي؟ والله الالماني بيقول لك اعتبرها مفرد كانها اير واس وزي. طب انا هحتاجها امتى؟ هحتاجها في تصريف الفعل. طيب لما تيجي كمان شويه تاخد معايا تصريف الفعل هتعرف ان اير بتاعت المذكر واس بتاعت محايد وزي بتاعت مؤنث التصريف بتاعهم اخره حاجه اسمها تي. فبالتالي لو انت حذفت اول حرف اعتبرتها اير هتختار فعل اخره تي. طلعت معايا نفس النتيجه. انا بسهل على الناس، بسهل على الناس. طب الملحوظه دي دلوقتي اعرفها واركنها على جنب، ما ركزتش فيها قوي، ما ركزتش فيها قوي، مش مهم، هنقولها كمان شويه. ركز معايا. رقم 3 اتكلمنا عليه في الفاعل وهو كان نومن. ايوه افتكر معايا كده اسمها ايه؟ نومن ميد. ايوه جدع. ارتكل اللي هي الاسم الذي له اداه. لو قابلني في الألماني اسم له أداة، هو يعني إيه الأداة؟ صلى على النبي. طيب أنا عايزك تعرف دول بس لحد دلوقتي، وكده كده في منهج تالتة وفي الحصة الجاية أنا هزود فيهم شوية. أنا عايزك تعرف إن إحنا عندنا في حاجة اسمها بشتمت أرتكل وأون بشتمت أرتكل، يعني أدوات معرفة وأدوات نكرة. أنا عايزك دلوقتي تعرف إن في الألماني في 4 أدوات معرفة. الأداة الأولى اسمها دير، دير، دير. والأداة الثانية اسمها das، das. الأداة رقم 3 اسمها دي. والأداة رقم 4 برضو اسمها دي. وركز معايا، أنا عندي في الألماني 4 أدوات معرفة. هتقول لي يعني إيه معرفة؟ زي كلمة ذا في الإنجليش أو اللي عندنا في العربي، أداة تعريف. طيب ال4 ادوات دول بيجوا لي ازاي في الالماني؟ بيجي لي الاداه وبعدها كلمه، الاداه وبعدها كلمه، الاداه وبعدها كلمه. فده معناه ان كل اسم في الالماني له اداه، كل اسم له اداه. فانا لما اجي ان شاء الله احفظ كلمات بحفظ كل اسم بالاداه بتاعته. يعني مثلا فاتر يعني الاب، لا اسمه دير فاتر. يبقى انت استنتجت معايا استنتاج حلو ان دير اداه مذكر. طيب بوخ يعني ايه؟ كتاب، بس مش بوخ، اسمه داس بوخ. يعني كلمة بوخ أداته ايه؟ داس، ودي اسمها أداة محايد. كلمة مثلا زي كلمة موتر يعني ايه؟ الأم، ما اسمهاش موتر، اسمها دي موتر. يعني دي أداة ايه؟ أداة مؤنث. حد فاكر من شوية الكلمة اللي اسمها كندر يعني ايه؟ اطفال دي مفرد ولا جمع؟ جمع. اي كلمه جمع برضو اداتها دي اسمها دي كندر. يبقى انا لو جيت سالتك ادوات المعرفه في الالماني كام؟ هتقول لي 4، 3 مفرد، واحده مذكر، واحده محايد، واحده مؤنث، والاخيره تستخدم مع اي حاجه جمع. هيطلع لي واحد يقول لي ايه؟ طب ما انا افرق بين دي ودي ازاي؟ زي ما كنا بنتكلم على زي وزي، زي مؤنث وزي جمع، بنفرق بينها حسب عدد الاشخاص. يعني لو عندي مفرد مؤنث يبقى دي، عندي جمع طيب اختار ايه؟ برضو دي، بس انا عارف ان دي مؤنث ودي جمع، ودي يا جماعه بتحتاج شغل في الحصه وحفظ شويه كلمات والموضوع بسيط. ركز معايا بس. ايه اللي انا طالبه منك دلوقتي؟ انا لو جالي اداه من دول في جمله، عايز اعرف ان غالبا الاداه ديت هيجي بعدها كلمه او هيجي بعدها اسم، ودي ممكن تكون في الجمله هي الزوبجكت يعني الفاعل. فانا هضطر عايز اعلم الطالب بتاعي لو قابله اداه في الجمله ازاي اعملها كانها ضمير. يعني بص انا جاي لي هنا ايه؟ الاداه اسمها دير، انا مش عايزها دير، انا عايزها ضمير من ال9 اللي خدناهم. طيب جالي اداه دس، انا مش عايزها دس، انا عايزها ضمير من ال9 اللي خدناهم. جالي اداه دي، انا مش عايزها دي، عايزها ضمير من ال9. ونفس الموضوع مع الدي بتاعت الجنب. هتعمل ايه؟ احفظ معايا الحته دي، احفظ معايا الحته دي، صلي على النبي. اي كلمه في الالماني اداتها دير، عاملها كانها اير، يعني المذكر مذكر. انت استنتجت اللي بعدها. اي كلمه اداتها دس اعملها كانها اس، اي كلمه اداتها دي اعملها كانها زي. طب اي كلمه جمع اعمل معاها ايه؟ هعملها كانها زي. تقول لي ايه ده؟ يعني انت قصدك ان دي لو قصدي بها مؤنث هعوض عنها كانها زي هي للمؤنث. احسنت، انت كده فل الفل. طيب لو دي بتاعت كلمه جمع هعملها كانها زي بس بتاعت ايه؟ بتاعت جمع. شكرا يا صديقي. لو قابلني اي اداه من ال4 هعرف اعوض عنها بضمير. الدي اير، الدس اس، الدي
زي سواء كانت دي مؤنث او دي جمع بعوض عنهم بزي. طيب لحد الان انا كنت بتكلم على حاجه اسمها الزوبيكت، والزوبيكت يعني الفاعل. بسم الله كده سريعا كده في دقيقه اقول لك كل اللي فات، عشان في 10 جمل عندي عايز احلهم معاك بشكل سريع عشان اتنقل معاك هتكلم على الفيرب. بصوا يا جماعه، لو انا عندي فاعل في الجمله، الفاعل ده ممكن يكون نومن او برونومن او نومن ميت ارتكل، يعني اسم علم، اسم شخص او اسم مدينه او اسم دوله، او ممكن يكون عندي ضمير من الضمائر التسعه اللي قلناهم، او ممكن يكون عندي كلمه او اسم له اداه. في البدايه احنا عرفناك على الضمائر التسعه اللي هم كانوا ايه؟ ايش، انا، دو، انت او انت، اير هو للمذكر، اس بتاعت محايد، وعرفنا امتى بنستخدمها لما نيجي نعوض عن مدينه او دوله بس بشكل مفرد، مدينه واحده او دوله واحده، او بنعوض عن كلمه اداتها داس. ده المطلوب منك لما اجي اقول لك اس قول لي بنستخدم الاس لما نعوض عن مدينه زي برلين او دويتشلاند، او بنعوض عن كلمه اداتها داس. بعد كده قلنا عندنا 3 ضمائر زي، هي للمؤنث وهم او هن للجمع، وزي جروس يعني الاس كبيره، اس كابيتال، تمام. ودي بنستخدمها في الصيغه الفورمال اللي هي الصيغه بتاعه الاحترام او الصيغه الرسميه، ومعناها اني بكلم حد باحترام فبقول للمذكر حضرتك، والمؤنث حضرتك، والجمع حضراتكم. وعندي ضمير فيا يعني نحن، وضمير ايا يعني انتم، ودول كانوا 9 ضمائر. بعد كده اتكلمنا عن نومن، النومن اللي هو الاسم، وعلمتك ازاي لو جالك اسم في الجمله تعوض عنه بضمير. واهم تركايه هي حته المقارنه، ان لو اسم جنبه كوما او اسم ما فيش كوما، اسم جنبه كوما او اسم ما فيش كوما، قلنا اللي جنبه كوما ده بنعامله كانه اسم مخاطب، اسم مخاطب يعني كانه موجود، فبنعوض عنه بضمير من ضمائر المخاطب اللي هم كام؟ 3. المخاطب 3 انواع عندنا في الالماني، يا اما دو وده مع المفرد انت او انت، يا اما ايه انتم وده مع الجمع، يا اما زي جروس ودي صيغه احترام. وعرفنا كل حاجه عنها. بعد كده قلت لك ملحوظه ممكن اغلبيه الناس ما فهموهاش، اللي هي بتاعت فير معناها من للعاقل، وقلت لك سيبها كمان شويه هتعرف الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي. بعد كده جيت عرفتك يعني ايه نومن ميت ارتكل، يعني اسم له اداه. اسم له اداه يعني اسم جاي قبله حاجه من الاربعه دول، يا اما دير يا اما داس يا اما دي مؤنث يا اما دي جمع. طيب وعرفت ازاي تعوض عن الاسم المذكر؟ تعوض عن الاسم المذكر der er das es die زي مؤنث دي جمع زي جمع. دلوقتي جه دور ان احنا نحل مع بعض كام جمله، صلي على النبي واجهز، وكل الكلام ده موجود في الPDF هنبعته لك ما تقلقش، بس عايزك اي ملحوظه اقولها او اي حاجه انت حاسس ان هي بالنسبه لك مهمه اكتبها عندك عشان هنحتاجها في المنهج بتاعنا باذن الله. ودلوقتي يا صديقي هنحل 10 اسئله على الاسماء ازاي نعوض عنها بالضمير زي ما خدنا من شويه. يعني مثلا بص معايا على اول جمله، شوف انا هعمل ايه وجرب تحل بعد كده زيي. الجمله الاولى بيقول لك ist das سامي، هل هذا سامي؟ انت قلت له ايه؟ يا ايوه، das ist نقط. هو مين؟ سامي. طب سامي ده اسم ايه؟ اسم مذكر. طب مين ضمير المذكر؟ اير. يبقى هنا كل اللي عملته لما شفت اسم مذكر عوضت عنه باير. يطلع لي واحد يقول لي ايه؟ طب انت مش قلت لي من شويه ان الاسم المذكر ينفع اعوض عنه بدو؟ قلت لك بس لما يكون جنبه ايه يا صديقي؟ الكوما، ما تنساش. طب الجمله رقم 2، ist das نهى؟ انا هنا بتكلم عن مين؟ عن نهى. نهى دي اسم ايه؟ اسم مؤنث. يا das ist ايوه هي. طب هي يعني ايه بالالماني؟ هي للمؤنث ضمير ايه؟ زي. احسنت. فالموضوع بسيط، انك تعوض عن مذكر او تعوض عن مؤنث الموضوع سهل جدا. السؤال رقم 3، احنا لما كنا بنعوض ايه تالت حاجه عوضنا عنها؟ ist das الكسندريا؟ يعني انا هنا بتكلم على اسكندريه. اسكندريه مدينة، أحسن ناس. طيب المدينة بنعوض عنها بإيه؟ المدينة لو واحدة بس نعوض عنها اس. أحسنت، يبقى هنعوض بإس. زند رقم 4، زند داس هبة und هاني، هبة وهاني. واحد ولا اتنين؟ اتنين. مفرد ولا جمع؟ جمع. طيب في كوما ولا مفيش؟ مفيش جنبهم كوما ولا قبلهم على طول ولا بعدهم على طول، يبقى غائب. يبقى هبه وهاني هما، والضمير بتاع الجمع اللي كان معناه هما كان اسمه زي. عاش. الجمله رقم 5، kommst du aus Kairo؟ kommst du aus Kairo؟ بص هنا دي علامه ايه؟ استفهام. الله يفتح عليك يا ابني. الله عليك، احسنت يا ابني والله، مبروك. ما شاء الله عليك، انت كده شواف. دي علامه استفهام اكيد. هنا بص بقى من شطارتك، هنا في ايه؟ سؤال. احسنت. يبقى هنا
اجابه. اللهم بارك اللهم بارك. لما يكون عندي في السؤال بيقول لي انت، في الاجابه اقول له ايه؟ انا. مش محتاجه حاجه يعني. يبقى حد قال لك انت، في الاجابه هتقول له انا. يبقى كومست دو اوس كايرو، هو انت من القاهره؟ قال له يا ايش، يبقى انا يعني ايش. احسنت. طيب سؤال رقم 6، شايف حاجه؟ ملاحظ حاجه؟ اعمل زوم كده هتلاقي عندك هير فريد وجنبه كوما. يعني عندي كلمة هير وعندي كوما يعني موجود، والأستاذ أو السيد فريد لازم أحترمه، وضمير الاحترام كان اسمه إيه؟ زي، ومش أي زي، زي جروس يعني الإس كبيرة، فالإجابة هتبقى زي جروس. السؤال رقم 7 و8، بتفهم؟ بفهم. ماين أوبا يعني الجد. مش الجد ده ذكر مذكر؟ هتقول لي مذكر. طب ايه الضمير اللي كنا بنعوض بيه عن المذكر؟ هتقول لي سهله، اير. احسنت. السؤال رقم 8، ماين اوما جدتي. جدتي مؤنثه يعني استخدم معاها ضمير المؤنث. ضمير المؤنث اللي هو كان ايه؟ كان زي. اقف معايا لحظه. ليه قلت لك اقف معايا لحظه هنا؟ بقول لك ماين اوما كومت، جدتي جت. طيب نقط هايست فاطمه، هي اسمها فاطمه، فاحنا عوضنا بزي. يطلع لي طالب دلوقتي يقول لي ايه في الكومنتات، يسالني يقول لي ايه؟ طب انت مش قلت ان زي هي الاس بتاعتها بتكون صغيره شويه، والاس الكبيره دي تستخدم للطريقه الفورمال اللي هي الصيغه الرسميه او الاحترام والكلام الغريب ده؟ هقول لك بس واحنا صغيرين في ابتدائي لما كنا بناخد انجليش كان الميس بتاعت الانجليش تقول لنا ايه؟ لما تيجي تبدا الجمله ابداها بحرف كابيتال يا عبيط. ابداها بايه؟ بحرف كابيتال يا عبيط. فاحنا هنا الجمله دي خلصت خلاص، ودي جمله ايه؟ جمله جديده. فطبيعي اي حرف كلاين سمول صغير هنخليه في اول الجمله جوس كبير. فعشان كده الاس هنا كبيره، مش احترام، لا ده عشان هي جايه في اول الجمله معناها هي. طيب سؤال رقم 9، انا عايز واحد مصحصح يحل معايا سؤال 9. بص يا عم، was learned du und عمرو. انت وعمرو ادي اسم خدناها من شويه. لما يجي لي اسم ودو اعوض عنهم بانتم، وانتم يعني اير. واحد يقول لي ايه ده في مشكله هير؟ في مشكله. اقول له ايه؟ يقول لي الاختيارات ما فيهاش اير. اقول له ما هو الجمله انت ما فهمتهاش. طب افهمها ازاي؟ صلى على النبي. دي ايه؟ علامه استفهام. ما شاء الله عليك. شاطر. طيب علامة استفهام يعني هنا في ايه؟ سؤال، يبقى هنا في ايه؟ اجابة. طب لو انا عندي هنا سؤال وهو طالب مني الاجابة في الاجابة، فبيقول لي انت وعمر، انا عارف ان الحتة دي كلها على بعضها انت وعمر. اظبطها لك شوية معلش. اهي. نيجي بقى للسؤال رقم 9، وده عايز طالب مصحصح ومركز معايا. صلى على النبي. هتقول لي ليه؟ بص السؤال بيقول لك was learned du und عمرو. طيب ركز معايا في كلمه دو اند عمرو. انت وعمرو. واحد يقول لي ده انا لسه عارفها دلوقتي، انت قلت لي لما يجي لك اسم ومعاه انت يبقى على بعض انتم، ولما كان بيجي لي اسم ومعاه انا على بعض نحن. انت صايع وشاطر وجامد. بص بقى الحته دي. فواحد يطلع لي يقول لي خلاص اسم وانت او انت واي حد النتيجه انتم. طب انتم انت قلت لي يعني اير، وانا ببص في الاختيارات مش لاقي اير. السؤال ده فيه غلطه؟ لا ما فيهوش غلطه، انت فاهم السؤال غلط. بص هنا يا جماعه في ايه؟ علامه استفهام. شاطر ما شاء الله عليك. طيب علامه الاستفهام دي بيكون قبلها ايه؟ سؤال وبعدها ايه؟ اجابه. هو طالب مني اجاوب فين؟ في الاجابه. ففي السؤال عمرو وانت او انت وعمرو على بعضها انتم، يبقى الحته دي كلها انت وعمرو انتم، يبقى اير. لو السؤال فيه انتم يبقى الاجابه ايه؟ يعني افهم الحته ماشيه ازاي. مش كل ما تشوف اسم وانت تروح هات انتم وانت ساكت، او انت مش فاهم، او انت عبيط. لا، انا هنا عمرو وانت النتيجه انتم، وانتم يعني ايه. بس هنا في السؤال هو طالبها مني فين؟ في الاجابه بالعقل. لو جيت في السؤال بقول لكم انتوا، في الاجابه هتقول لي ايه؟ احنا. يبقى هنا الاجابه هتكون ايه؟ هتكون فير. يعني يا جماعه ركز معايا في الحته دي. اي سؤال عندي هنا ايش، يعني يا جماعه ركزوا معايا. لو عندي علامه استفهام، عندي علامه استفهام، عندي علامه استفهام، بص اللعبه دي بقى، وعندي هنا في السؤال مكتوب دو، بقول لك انت او انت، في الاجابه تقول لي ايش. لو عندي علامه استفهام وفي السؤال بقول لكم انتم، في الاجابه تقول لي فيا يعني نحن. لو عندي علامه استفهام وفي السؤال بقول لك زيج اوس، وهنا هنقف لحظه.
زيج غوص يا جماعه ممكن تيجي بمعنى مفرد حضرتك او حضرتك، وبمعنى جمع حضراتكم. طيب لو جيت في سؤال بقول لك حضرتك او حضرتك، في الاجابه هتقول لي انا. بقول لك حضرتك تقول لي ايش، طب حضرتك تقول لي ايش يعني انا. طب لو بقول لكم حضراتكم، في الاجابه هتقول لي فير يعني نحن. يبقى لازم تكون عارف ايه التحويلات بتاعه الضمائر دي اللي هي اسمها ضمائر المخاطب، من السؤال للاجابه. انت، انا، انتم، نحن، حضرتك، انا، حضراتكم، نحن. نيجي للسؤال رقم 10 وخد بالك منه. طيب فو ليبت هي هاني، أين يعيش السيد أو الأستاذ هاني؟ يطلع لي واحد يقول لي بس ستوب، سؤال جميل أهو، هير وهاني يبقى احترام، حضرتك أهبل عبيط ما بتفهمش. أنا قلت لك هير الأستاذ أو السيد، في كومة ولا ما فيش؟ مفيش. احترمه ولا ما احترموش؟ ما احترموش. يعني اعتبره كأنه هاني بس، فعوض عنه بهو، وهو يعني اير. وشكرا لحضرتك، كده انت عارف يعني ايه زوبيكت، كده انت عرفت يعني ايه اسم وتعوض عنه بضمير، كده انت تمام. ناقصك تخش معايا في ايه؟ في الفيرب يا صديقي. يلا بينا على الفعل لوس جيتس. دلوقتي هنبدأ نتكلم على das Verb يعني الفعل. الفعل في الألماني يا جماعة شكله ثابت، وهنعمل فيه حاجة اسمها تصريف. عايزك تركز معايا دقيقة، بعد كده هندخل مع بعض على الأفعال ونفرمها وتلاقي الدنيا ماشية تمام بإذن الله. يا جماعة لازم تعرف المعلومة دي، إن أي فعل في الألماني، أي فعل أي فعل في الألماني لازم يكون آخره يا إما حرف إن يا إما إي إن. تاني، أي فعل في الألماني آخره يا إما إن يا اما اي ان، والاغلبيه هتلاقيها اخرها اي ان. احسنت. طيب الفعل اللي اخره ان او اي ان ده احنا بنسميه يا جماعه فعل في ايه؟ فعل في الانفينيتيف. انفينيتيف اللي هو الانفينيتيف يعني المصدر. يعني اي فعل هنقابله في الالماني اخره ان او اي ان ده فعل في المصدر. طب الفعل اللي في المصدر ده اتصرف ولا لسه؟ لسه. طب احنا عايزين نصرف الفعل ازاي؟ لو جالي في الامتحان سؤال على الفعل ازاي اصرفه؟ صلى على النبي. هسألك سؤال بسيط بس عشان نعرف ازاي هنصرف الفعل. احنا اول ملحوظة عرفناها ان الافعال في الالماني اخرها ان او اي ان، والاغلبية اي ان، وان الفعل اللي اخره ان او ان ده فعل في الانفينيتيف يعني في المصدر. في المصدر يعني لسه ما اتصرفش، محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نصرفه. طيب هو الفعل لما نيجي نصرفه، سؤال كده بالعربي، لما نيجي نصرف الفعل هو مين اللي بيقوم بالفعل؟ الفاعل. يبقى الفعل بيتصرف مع مين؟ هتقول لي الفعل بيتصرف مع الفاعل. طب الفعل اللي احنا خدناه كان كام نوع؟ كان 3. احسنت. يعني الفعل ينفع نصرفه مع الضمير، وينفع نصرفه مع الاسم عشان احنا اصلا اتعودنا نعوض عن الاسم بايه؟ بضمير، وينفع نصرفه مع اي اسم له اداه. طب اشمعنى؟ عشان احنا اتعلمنا ازاي نعوض عن الاداه. يعني بالبلد يا صديقي صلى على النبي، انا دلوقتي لو عندي فعل وعايز اصرفه بدور اول حاجه على ايه؟ على ضمير. لقيت ضمير هقول لك تصرف ازاي. طب ما لقيتش ضمير هدور على اسم، سواء كان اسم شخص او اسم مدينه او دوله او ايا كان. طب ما لقيتش اسم هدور على اسم قبله اداه، سواء دي او داس او دي. طيب لو لقيت ضمير هتصرف بشكل مباشر. لو لقيت اسم علم، اسم شخص، اسم مدينه، اسم دوله، هتعمل ايه؟ هتعوض. تعوض ازاي؟ زي ما علمتك من شويه، زي ما كنا بنحل الاسئله من شويه. طب لقيت اداه هتعوض. تعوض ازاي؟ زي ما علمتك من شويه ان الدي ايه والداس اس والدي زي وهكذا. يبقى في النتيجه النهائيه احنا ممكن نقول ان الفعل هنصرفه مع الضمير. طيب انا دلوقتي عندي فعل عايز اصرفه، الفعل ده هيكون في المصدر اخره ان او ان، ومحتاج اصرفه مع الفاعل. الفعل اللي هو ايه؟ 3 انواع، وفي النهايه بنوصل ان ال3 انواع بيدلوا على نوع واحد اللي هو ايه؟ الضمير. طيب الضمائر اللي عندي في الالماني كانوا كام؟ كانوا 9. انا لما اجي اصرف معلش هتقل عليك، خلي لي ال9 دول جمعهم لي في كام شكل؟ 5 اشكال. كام شكل؟ 5 اشكال. طيب ازاي اخلي ال9 5 اشكال؟ وهقول لك السبب ايه. اول شكل عندي هو فعل او ضمير اسمه ايش. اول شكل عندي هو ضمير ايش يعني انا، ده كده رقم 1. تاني شكل عندي
هو دو يعني انت او انت. تالت شكل عندي هتلاقيني حطيت فيها 3 ضمائر، اللي هو ضمير اير بتاع مذكر، وضمير اس بتاع المحايد، وضمير زي، وخد بالك ان دي زي بتاعت المؤنث. صلى على النبي. دول كام ضمير؟ 3، واحد مذكر اير، تاني محايد اس، والتالت مؤنث زي. ليه خليت في التصريف ال3 دول جنب بعض؟ عشان هتعرف كمان دقيقة ان اي ضمير من ال3 بياخد نفس تصريف الفعل. فالضمائر اللي احنا بنحطها جنب بعض مش عشان هم نفس المعنى، ده عشان هم ليهم نفس شكل الفعل او نفس تصريف الفعل. يبقى اول حاجة عشان اصرف اي فعل، عندي ايش رقم 1 ليها تصريف لوحدها، عندي دو رقم 2 ليها تصريف لوحدها، رقم 3 عندي ايه واس وزي مذكر محايد مؤنث وليهم تصريف لوحدهم، رقم 4 عندي فير. هتقول لي فير يعني ايه؟ ايوه نحن. وزي الثانيه اللي هي الاس بتاعتها كانت صغيره، اللي هي بتاعت ايه؟ جمع هم او هن. وزي غوص الاس كبيره تستخدم في ايه؟ صيغه رسميه او صيغه ايه؟ احترام. هل الثلاثه ليه جنب بعض عشان نفس المعنى؟ لا، نحن وهم واحترام. حطيناهم جنب بعض عشان احنا عارفين ان ممكن يكون ال3 نفس التصريف او نفس الشكل. صح، هم فعلا ال3 بياخدوا نفس التصريف ونفس الشكل. واخر حاجه عندي ضمير اسمه ايه، وايه يعني انتم. تاني لما نيجي نصرف الافعال كان عندي 9، هجمعهم في كام شكل؟ في 5. اول حاجه ايش، ايش يعني انا. رقم 2 دو يعني انت او انت. رقم 3 3 ضمائر. رقم 4 3 ضمائر. رقم 3 اير اس زي مذكر محايد مؤنث، وخد بالك من كلمه مؤنث عشان المؤنث ليه تصريف لوحده. طيب رقم 4 فيا وزي وزي جروس، زي بتاعت الجمع وزي بتاعت الاحترام بياخدوا نفس التصريف، ومعاهم فير طبعا. واير يعني انتم ليها تصريف لوحدها. طيب انا دلوقتي عندي فعل عايز اصرفه. اول خطوه وليكن مثلا انا عندي فعل اسمه ليبن. ليبن يعني يعيش. الفعل ده في المصدر ولا لا يا جماعه؟ في المصدر. انا عرفت منين ان هو في المصدر؟ هقول لك الفعل ده في المصدر عشان اخره اي ان. طيب الفعل اللي في المصدر ده محتاج يحصل له ايه؟ محتاج يتصرف. طب عشان الفعل يتصرف في خطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه عشان نصرف الفعل هنحذف الاي ان. هنحذف الاي ان، بدل ما هو ليبن شلنا منه الاي ان. طيب اول حاجه لما اجي اصرف هصرف مع مين؟ مع ال5 اشكال اللي قلت عليهم. اول شكل كان ايه؟ ايش. خدها قاعده بقى، لما اجي اصرف مع ايش بزود حرف ايه، فكتبت ليب. ليب. طيب تاني شكل هصرف مع مين؟ مع دو، بزود استي ليبست. ليبست. طيب تالت شكل بصرف مع مين؟ ايه واس وزي مؤنث، بحط ايه؟ بحط تي زي لبت. 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 رابع شكل بصرف مع مين؟ مع فيا وزي وزي جروس اللي هم الجمع والاحترام، ونحن برجع الفعل لاصله. يعني لو اصله ان بحط الان. طب ده اصله ايه؟ اصله ان، حطيت الاي ان يبقى ليبن. طيب مع اير انتم بحط ايه؟ بحط تي هيبقى لبت. طيب انا لاحظت ايه؟ لاحظت ان كل شكل ليه تصريف بس لاحظت ان في تشابه بين اير واس وزي بياخدوا تي، وبين اير بتاخد تي. طب ما نجمعهم كلهم مع بعض. عايزك تحفظ لي الشكل زي ما هو كده، عشان كمان شويه هناخد افعال اون ريجل ميسش، يعني افعال غير منتظمه او بنسميها افعال شاذه او افعال شتارك، افعال قويه بيكون فيها اختلاف بين هنا وهنا. فانا عايزك تكون مصر وحافظ الشكل ده بالظبط. تاني، اي فعل عندنا عايزين نصرفه بنعمل ايه؟ بنحذف منه الاي ان، وبعد ما نحذف الاي ان بنزود نهايات حروف موجوده في الاخر مكان الاي ان حسب كل ضمير. طيب ايش بزود ايه؟ لب. دو بزود اس تي لبست. اير اس سي بحط تي زي ليبت. بعد كده عندنا فيا زي جروس بيرجع الفعل لاصله ليبن. بعد كده عندنا اير بنحط تي زي ليبت. طيب الفكره هنا حفظنا الشكل، حفظنا الشكل. قبل ما احل معاك على طريقه التصريف دي، انا دلوقتي جايب لك افعال، جايب لك 10 جمل عايزين نصرفهم. هنخش على الجمله هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنخش اول حاجه على الضمير. طيب هدور على الضمير، لقيت الضمير احط النهايه المناسبه ليه. مثلا لقيت ايش احط ايه، لقيت دو احط اس تي، لقيت اير او اس او زي تي، فيا او زي جروس اي ان اي تي. طيب انا ما لقيتش ضمير، هلاقي عندي نومن. نومن يعني ايه؟ اسم. لما يقابلني اسم هضطر اعمل ايه؟ هعوض عنه بضمير. زي من شويه قلنا سامي عوضنا عنه بايه؟ بهو. هو يعني اير. هروح جاي هنا اير بتاخد ايه؟ بتاخد تي. احسنت، يبقى اختار فعل اخره
تي. طيب جيت من شويه مثلا قلت كندر، كندر يعني ايه؟ اطفال. اطفال دول مفرد ولا جمع؟ جمع. فين ضمير الجمع؟ زي، بياخد فعل اخره اي ان، وهكذا. طيب ما لقيتش اسم، هلاقي النومن ميت ارتكل، يعني اسم له اداه. طب هعمل ايه؟ هبص على الاداه. لو الاداه دي دير هعملها كانها اير. لو الاداه دي دس هعملها كانها اس. لو الاداه دي مؤنث هعملها كانها زي، وهتستنتج ان الثلاثه ليهم نفس التصريف. انما لو الاداه جمع هعملها كانها زي جمع، فاختار الفعل اللي اخره اي ان. يبقى تلخيص لتصريف الفعل: كل اللي هيحصل اي فعل في الالماني اخره يا اما ان يا اما اي ان، لما بنيجي نصرف بنحذف الاي ان، بعد كده بنحط نهايه حسب الضمير اللي عندي. في مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. تعالى بقى نحل الجمل دي مع بعض، صلي على النبي. السؤال رقم 1 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماجد. ماجد ده اسم ايه؟ اسم مذكر. اعوض عنه بايه؟ اعوض عنه باير. طب اير بتاخد فعل اخره ايه؟ اخره تي. طيب فين التصريف اللي اخره تي؟ هتقول لي اول واحد احسن، ماجد lived in برلين، يعني ماجد عايش في برلين. سؤال رقم 2: وائل und ich. وائل وانا. فاكر من شويه لما كنت بديك ملحوظه في التعويض واقول لك اي اسم وانا النتيجه نحن؟ يبقى لما يجي لي اسم وانا هعتبرهم على بعض نحن. طب نحن يعني ايه؟ فير. طب فير بتاخد فعل اخره ايه؟ اخره اي ان. طب انهي اللي اخره اي ان؟ هتقول لي كومن، كومت، كومست. يبقى الاجابه هنا كومن. يبقى الجمله وائل und ich kommen aus اسوان. انا وائل منين؟ من اسوان. انت كده بتعرف تصرف. بتعمل ايه؟ تخش على الجمله، دورت على الضمير، لقيت ضمير، ما لقيتش ضمير الاقي اسم اعوض عنه بضمير. سؤال رقم 3 بسم الله. بيقول لك فاس نقط دو اوند سمير. انت وسمير. من شويه قلنا ايه؟ لو اي حد وانت، او انت واي حد، النتيجه انتم. طب انتم يعني ايه؟ انتم يعني ايه. طب ايه في التصريفات بتاخد فعل اخره ايه؟ اهو اخره ايه؟ اخره تي. يبقى انا عايز تصريف فعل اخره تي. انهي واحد اخره تي؟ ليرنست اخره اس تي، ليرنن اخره اي ان، ليرنت هو ده الصح. طيب ايه السؤال رقم 4؟ وهنا عايز اقول لك ملحوظه. ليلى است شولغن. شولغن يعني تلميذه. ليلى است شولغن يعني تلميذه. زي، هيجي لي طالب يقول لي ايه؟ هنا في ضمير والاس كبيره، يبقى اختار فعل اخره اي ان، عشان انت قلت لي ان الاس لو كبيره، اس لو كبيره بختار فعل اخره اي ان. طيب هل الكلام ده صح؟ ككلام نظري صح، لكن في الجمله دي غلط. هتقول لي ليه؟ بص، لما قلت لك ليلى تلميذه الجمله خلصت، وقلت لك زي، زي هنا جايه في اول الجمله. ففي ملحوظه عايز اقولها لك: لو جالي زي في اول الجمله، لو جالي زي في اول الجمله بتكون الاس بتاعتها كبيره اجباري، اجباري عشان في اول الجمله. فما تتسرعش وتقول ان هي احترام، لا، ارجع للجمله اللي قبلها. شوف الاسم اللي عندك، مثلا ليلى، يبقى زي عايده على ليلى يبقى مؤنث. طب ليلى ومعاها حد تاني 2 تبقى جمع. طب فراو ليلى وفي كوما تبقى احترام. فخد بالك لو جالك زي جروس في اول الجمله ارجع للجمله اللي قبلها، عشان هي هنا الاس كبيره اجباري، مش عشان الاحترام بس. زي جروس في اول الجمله تحمل 3 معاني: هي مفرد، هم جمع، زي جروس احترام. بعرف منين؟ بعرف من الجمله اللي قبلها. يعني انا دلوقتي هعمل ايه؟ ليلى مؤنث، هي، يبقى زي هنا هي بس الاس كبير عشان في اول الجمله. طب زي هي لو رجعنا مع بعض، ادي زي هي بتاعت المؤنث بتاخد فعل اخره ايه؟ اخره تي. فهاجي على سؤال رقم 4 ادور على فعل اخره تي. ليلى است شولغن زي نقط انجلش ليرنت، هي بتتعلم انجلش. هير كمال، السيد كمال او الاستاذ كمال. واحد يقول لي اوبا، عندي هير وعندي شخص يبقى احترام. نفس التركايه، نفس الموضوع. لو قابلني كلمه هير، بص في كوما ولا لا؟ في كوما ولا مفيش؟ مفيش، يبقى مفيش احترام. هعامله كانه كمال بس، وكمال بس ده اسم مذكر. اسم مذكر يعني هو اير، واير في التصريفات لو رجعنا بتاخد فعل اخره تي. هنا نقف لحظه بقى. انا عندي كومت اخرها تي، وعندي لبت اخرها تي. ما الاتنين صح، هما الاتنين كتصريف ينفعوا، لكن كمعنى جمله لا. لو لاحظت هنا بعينك في اولى ثانوي كنا بناخد حرف جر اسمه اوس، اوس يعني من، وكنا بناخد حرف جر تاني اسمه ان، وان يعني في. طيب لو انا عندي اوس
بجري على فعل كومن واصرفه. يعني ايه؟ ياتي من، ياتي من، يبقى كومت اوس، وده الصح. انما لو كان عندي ان كنت اخترت لبت عشان يعيش، يعيش في، يعيش في. فالمعنى هو اللي بيفرق بين التصريفات المتشابهه. طيب هنا هختار ايه؟ هختار كومت. سؤال رقم 6، نلاحظ ان هنا كان هير ايه؟ هير كمان، بس ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه كوما. انما هنا ايه؟ هير كمان، وفي ايه؟ في كوما، عشان كده هنحترمه فعوضنا بزي جوز. وزي جوز بتاخد الفعل بيرجع لمصدره، مصدره يعني اصله، يعني اخره اي ان. هنقف نفس الموضوع. هتقول لي ايه؟ هنا اخره اي ان وهنا اخره اي ان. اختار مين فيهم؟ طالما في تصريفين او اكتر ينفعوا بختار حسب معنى الجمله. طيب كلمه فوير دي اداه من ادوات الاستفهام اللي عندنا في الالماني، معناها من اين. بيجي معاها فعل كومن، بيجي معاها فعل كومن، يعني من اين تاتي حضرتك، من اين تاتي حضرتك. وفعل فونن معناه يسكن، بيجي معاه اداه استفهام اسمها فو، وفو يعني اين. ودي معلومات كانت في اولى ثانوي وهتتعاد معانا بشكل بسيط جدا. انا بس بعرفك ان انت لما تلاقي تصريفين شبه بعض يعني اخرهم اي ان، محتاج تعمل حاجه اسمها ترجمه. فبالتالي لما نيجي ندخل في المنهج بتاعنا باذن الله انت محتاج تحفظ الفورد شوتس، يعني الكلمات اللي عندنا، عشان هي هتكون مفتاح الحل. طيب يبقى انا هنا هختار ايه؟ من اين تاتي حضرتك ولا من اين تسكن؟ من اين تاتي، يبقى الاجابه هتبقى ب او بي. طيب سؤال رقم 7، عايز اقول لك ملحوظه، ملحوظه اكتبها عندك بالله عليك، اكتبها عندك. كلمه ايه؟ فاميليا. كلمه فاميليا يعني عائله، عائله. اي واحد اقول له كلمه عائله يقول لي جمع، العيله جمع عشان فيها اب وام واخ وعم وخال وافراد. اقول له لا. لما جيت انا قلت لك ترجمناها بمعنى ايه؟ عائله، عيله واحده. فلما اجي اشوف كلمه فاميليا، كلمه فاميليا دي اصلا يا جماعه الاداه بتاعتها في الالماني الارتكل بتاعتها دي مؤنث، اسمها دي فاميليا، يعني العائله. فخدها قاعده، العيله يا جماعه لما تقابلنا بنعاملها معامله مفرد مؤنث، يعني بنعوض عنها كأنها زي اللي معناها هي. كلمة فاميليا تعامل معاملة مفرد مؤنث، الارتكل بتاعتها دي، فبنعوض عنها بزي اللي معناها هي. رجعنا لزي اللي معناها هي اهي، زي مؤنث معناها هي، بتاخد فعل اخره ايه؟ اخره تي. فهننزل تحت على السؤال رقم 7 ونقول ايه؟ فاميليا ماير، يعني عائلة ماير. مفرد ولا جمع؟ تقول لي مفرد مؤنث ونعوض عنها بزي هي، وزي هي بتاخد تي. طب التي موجودة كم مرة في التصريفات؟ عندي كومت وعندي لبت. اختار مين فيهم حسب معنى الجملة. من شوية قلنا لو في اوس نجري على تصريف ايه؟ كومن، تبقى كومت. طيب سؤال رقم 8، فاكر لما وقفتك من شوية قبل ما ادخل في الافعال وقلت لك عندي اداة استفهام اسمها فير، وقلت لك فير معناها من للعاقل، وقلت لك هيجي لي عليها سؤال كمان شوية يكتب لك فير وبعدها نقط ويطلب منك تصريف الفعل. هتعمل ايه لما تشوف فير؟ قلت لك انا عاملها معاملة مفرد. فانت رحت سالني قلت لي يعني ايه مفرد؟ قلت لك يعني هنصرفها او هنعملها كانها اير واس وزي، يعني هنختار معاها التصريف اللي اخره تي. وقلت لك في اختصار ليها احنا بنعمله، ايه الاختصار؟ ان هي كام حرف؟ 3 حروف. احذف اول حرف، احذف اول حرف، هتبقى كانها اير، هتوصل لنفس النتيجه. عايز فعل اخره ايه؟ اخره تي. طيب عايز فعل اخره تي، اختار انهي واحد؟ هو مفيش غير فعل واحد اسمه شبيلت. شبيلت، شبيلت يعني يلعب، يبقى فير شبيل تنس. قال لك رامي اوند ايش. وهنا في ملحوظه تانية عايز اقولها. عرفت لما تشوف فير عايز تتصرف ازاي او هتصرف ازاي؟ يا اما تقول لي عاملها كانها مفرد اير واس وزي واختار فعل اخره تي، يا اما احذف اول حرف واعملها كانها اير وبرضه اختار فعل اخره تي. الملحوظه اللي عايز اقولها ان اي حد فينا يا جماعه بيشوف فير بيعمل ايه؟ بيسيب النقط ويسيب السؤال كله ويجري على الاجابه. هيلاقي يقول لك ايه؟ رامي وانا، رامي وانا يعني نحن، ونحن يعني فير، وفير قلنا فوق بتاخد فعل اخره ان، فالاجابه شبيلن. غلط يا جماعه. واحد يقول لي اشمعنى غلط؟ هو انا لما جيت طلبت منك تحل، انت بتحل جوه السؤال ولا في الاجابه؟ هتقول لي في السؤال. كلمه فير يا جماعه معناها من، من للعاقل. بسال بيها كانها صيغه مفرد عشان انا لسه مش عارف مين اللي هيلعب. يعني انا لما كنت بسال اعتبر ان مفيش اجابه، دايما عود نفسك اول ما تلاقي فير وبسالك جوه السؤال هنا مالكش دعوه بالاجابه حتى لو فيها 100 واحد،
ماليش دعوه بالاجابه. هتقول لي ليه؟ هقول لك انا كنت لسه بسال مين هيلعب، ما كنتش اعرف هو واحد ولا اكتر، فالسؤال بيكون بصيغه ايه؟ صيغه مفرد. فلما يجي لي فير احنا بنتعمد كمدرسين دويتش، مدرسين الماني، نحط في الاجابه جمع عشان نلخبطك، نخليك تعوض عن هنا وتختار فير وتحط ان، فالاجابه كلها تبقى غلط. فلما تشوف فير مالكش دعوه بالاجابه، فير بعملها معامله المفرد فقط حتى لو الاجابه فيها 100 فرد. فعشان كده عملناها مفرد اير اس سي، اخترنا فعل اخره ت والموضوع انتهى، فاخترنا شبيلد. السؤال رقم 9 واضح جدا، هاني وسمير، واحد ولا اتنين؟ اتنين. مفرد ولا جمع؟ جمع. ضمير الجمع اسمه ايه؟ اسمه زي. طب الفعل بتاع الجمع بياخد ايه؟ بياخد اي ان. طب انهي فعل اخره اي ان؟ هيبقى شبيلين. معناها ايه؟ هاني und سمير شبيلين فوسبال، بيلعبوا كرة القدم. سؤال رقم 10 عايز اقول لك ملحوظة، كلمة جيش فيستر. جيش فيستر يعني اخوة، اخوة، اخوة او اخوات، كلمة جمع، احفظها كده. جيش فيستر كلمة ايه؟ كلمة جمع. هنعملها نفس معاملة اللي فوقيها، هنعملها نفس معاملة اللي فوقيها. الكلمة الجمع نعوض عنها بايه؟ نعوض عنها بزي، وزي بتاخد فعل ايه؟ اخره ايه ان. بس المشكلة هنا ان عندي جين اخره ايه ان، وعندي بلايبن اخره ايه ان. يا ترى هختار مين فيهم حسب معنى الجملة؟ لو انت كنت مركز في السنين اللي فاتت هتعرف ان ناخ هاوزر معناها الى المنزل. فهل السؤال اقول ماينه جيشفيستر اخواتي يذهبوا الى المنزل ولا يمكثوا الى المنزل؟ يقعدوا الى المنزل او يفضلوا الى المنزل ولا يذهبوا الى المنزل؟ يذهبوا الى المنزل. فالمعنى هنا عايز جين. انت كده بتعرف الفاعل وبتعرف الفعل وكمان بتعرف تصرفه وكمان بتعرف تعوض. الجزء اللي هنشتغل عليه بعد كده هي افعال شتارك او افعال اون ريجلميسج، يعني غير منتظمه. هناخد عليها كام تركايه ونحل كام سؤال، وبكده تبقى محاضرتنا النهارده انتهت باذن الله. ودلوقتي هنتكلم على الجزء الثاني من الافعال. الجزء اللي فات هو جزء بسيط، هو الافعال العاديه اللي هي الافعال الاشفاق او الافعال الريجلميسج اللي هي الافعال الضعيفه او الافعال المنتظمه، ودي عرفنا نصرفها ازاي. في بقى شويه افعال او جزء من الافعال اسمها شتارك فيربن. شتارك فيربن يعني افعال قويه، والافعال القويه دي هي عباره عن افعال بيحصل فيها تغيير. يعني دلوقتي انا هتكلم على افعال هيحصل فيها شويه تغييرات، وهي افعال محدده احنا بنحفظها زي ما هي، والتغييرات بتاعتها بنعرفها وبنعملها في الوقت اللي انا هقول لك عليه بالظبط. طيب بسم الله. انا دلوقتي عندي حاجه اسمها الافعال الاشتراك، الافعال القويه، ودي افعال بيحصل فيها تغيير وتحفظ كما هي، وهنقسمها لكام جزء او كام قسم؟ 3 اجزاء او 3 اقسام. الجزء الاول عندنا افعال بنحول فيها حرف الايه لحرف اي اللي هو حرف الاي يعتبر. عندنا افعال بنحول فيها حرف الاي لاي، افعال بنحول فيها حرف الاي لاي. طيب امتى نحول الحرف ده للحرف ده؟ مع ضمائر معينه. هتقول لي يعني ايه؟ هو احنا لما بنيجي نصرف الفعل مش عندنا ايش صح، بعد كده دو صح، بعد كده ايه واس وزي صح، بعد كده فيا وزي وزي كروس صح، بعد كده ايه. كم شكل؟ 5. التغيير اللي هنعمله دلوقتي ده هو عباره عن افعال هنحول فيها حرف الايه لحرف اي، بس مع مين؟ مع رقم 2 في التصريفات اللي هي دو، ومع رقم 3 اللي هي اير واس وزي، وزي اللي هي ايه؟ هي للمؤنث. تاني يعني التغيير اللي بيحصل دلوقتي هو تغيير ما بيحصلش مع كل الضمائر. يعني التغيير اللي بيحصل دلوقتي او اللي هيحصل دلوقتي ما بيحصلش مع كل الضمائر، هو بيحصل مع ضمائر معينة، وهي دو اللي بتاخد في التصريف استي، واير واس وزي اللي بياخدوا في التصريف تي. غير كده الفعل بيفضل زي ما هو بدون تغيير. طيب ما تديني مثال؟ صلي على النبي. المثال بتاعي قبل ما اقوله لك انا عايز اعرفك بس ايه هي الافعال اللي بيحصل فيها التحويل بتاع حرف الاي لاي. اول فعل عندي هو فعل شبغشن معناه يتحدث، ده حرف الاي هنحوله لاي. بعد كده فعل هيلفن معناه يساعد، حرف الاي هنحوله لاي. فعل جيبن يعطي، حرف الاي هنحوله لاي. بعد كده تغفن، تغفن يعني يقابل، حرف الاي نحوله لاي. بعد كده
اسن يعني ياكل، حرف الايه هنحوله لايه بعد كده، فاجسن يعني ينسى، وحرف ال اللي في النص مش اللي في الاول، دي مالهاش علاقه، دي تركيبه لوحدها او مقطع لوحده ما بنغيرش فيه. هنغير فين؟ الحرف اللي في النص ده هنحوله لايه. السؤال بقى يعني الحرف ده وده 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 موجودين في 6 افعال قدامي اهو، هم دول اللي هيحصل معاهم التغيير، هم دول الافعال اللي انا محتاج اعرفها بس. يا سيدي. طيب عايز مثال بقى، توريني كده مثال عملي لفعل من دول وانت بتصرفه. خدنا اول فعل اللي هو ايه؟ شبغشن، معناه ايه؟ يتحدث. القاعده بتاعتنا الثابته في التصريف هي ان الفعل اخره اي ان، عشان اصرفه هحذف الاي ان. بعد ما حذفت الاي ان هعمل ايه؟ هاجي عندي ايش وازود حرف اي، وهاجي عندي دو وازود اس تي، واجي عندي اير اس زي واحط تي، واجي عندي فير زي زيجوس وارجعه لاصله اي ان، واجي عندي اير واحط تي. طب ما انت صرفت الفعل عادي اهو. بس ارمي عينك معايا كده، بص معايا كده وركز، هتلاقيني مع دو ومع اير واس وزي اللي هي رقم 2 ورقم 3 عملت تغيير. ايه التغيير؟ حرف الاي خليته اي، حرف الاي خليته اي، مع مين؟ مع دو واير واس وزي. طيب هنا في حاجه حصلت؟ لا. هنا في حاجه حصلت؟ لا. هنا في حاجه حصلت؟ لا. عشان كده بقول لك الافعال اللي اشترك افعال قويه بيحصل فيها تغيير مع ضمائر معينه، ضمائر محدده، وهي دو واير واس وزي. وزي ما عملت مع شبريشن هتعمل مع هيلفن، هتعمل مع جيبن، هتعمل مع تغفن، هتعمل مع اسن، هتعمل مع فيرجسن، هو نفس الحرف هيتغير في نفس المكان مع دو واير واس وزي، انما باقي التصريفات عاديه وبسيطه. ده كده كان اول تغيير واول نوع من الافعال، وكان التغيير عباره عن بنحول حرف الاي لاي. النوع الثاني احنا عندنا 3 انواع. النوع الثاني افعال بنحول فيها لا املاوت، يعني بنحط عليها بالبلدي نقطتين. طيب امتى نخلي لا املاوت؟ وايه هي الافعال اللي بيحصل معاها كده؟ صلى على النبي. بنحول لا املاوت مع نفس الضمائر اللي هي دو ايه واس وزي بس. مع مين؟ مع دو وايه واس وزي بس. هنخلي املاوت. طيب هي التحويله دي بتفكرك بالتحويله اللي فاتت في ايه؟ ان هما مع نفس الضمائر، صح، بس الحروف هي اللي متغيره، واكيد الافعال هتتغير. طب الافعال اللي انا محتاج اعرفها ايه هي وبيحصل فيها نفس التغيير ده؟ صلى على النبي. اول فعل عندي هو فعل فاغن. فاغن يعني يسافر، ده الحرف اللي هيحصل فيه تغيير، نحط عليه املاوت نقطتين. شلافن، شلافن يعني ينام، هنحط املاوت. جفالن يعني يعجب بيه. فاشن، فاشن يعني يغسل، حطهم لاوت. لاوفن، لاوفن يعني يجري. اينلادن يعني يدعو او يعزم. انفانجن يعني يبدا. غاتن يعني ينصح او يخمن. كم فعل دول؟ 8 افعال بيحصل فيهم نفس التركايه، وهي حرف هنحط عليه املاوت لما نيجي نصرفه مع دو واير واس وزي. اديني مثال بسيط يا صديقي. ادي مثال، ده اول فعل كان مكتوب اللي هو فعل فاغن، معناه ايه؟ معناه يسافر. لما نيجي نصرفه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحذف الاي ان. مع ايش؟ زود ايه علامي. دو اس تي 100 100، اير اس زي تي، في زيزي جروس رجع لاصله يعني ايه ان، اير تي. طب ما صرفناه بشكل عادي اهو. ارجع بقى معايا كده، هنعمل التغيير مع دو واير واس وزي. بص معايا كده بعينك، بص معايا. الحرف هنا حطينا عليه ايه؟ املاوت. الحرف هنا حطينا عليه ايه؟ املاوت. طب هنا في حاجه؟ لا. هنا في حاجه؟ لا. هنا في حاجه؟ لا. يبقى التغيير اللي حصل مع الثمان افعال اللي قلناهم فوق هو عباره عن هنحط على املاوت في التصريف مع دو واير واس وزي. وده كان النوع الثاني معانا. النوع رقم 3 هي افعال بنحول فيها الاي لاي اي. الاي لاي يعني حرف بحرفين. يعني بالبلدي الاي سيبها زي ما هي بس حط قبلها اي، يعني حط قبلها اي. مع مين؟ مع نفس الضمائر وهي دو واير واس وزي. طب الافعال دي افعال محدده؟ يا عم انت خلاص عرفت الليله. النوع الاول افعال محدده، الثاني افعال محدده، الثالث افعال محدده، والتغيير مع نفس الضمائر. هو ايه اللي بيختلف؟ التغيير بس، الحروف هي اللي بتتغير. طيب التغيير الثالث بنحول الايه لاي اي. طب كم فعل؟ عندي فعلين عايزك تحفظهم. فعل ليزن
وفعل زين. فعل ليزن وفعل زين. فعل ليزن معناه يقرأ، فعل زين معناه يشاهد أو يرى. طب هنغير أنهي حرف؟ الحرف أهو الإيه، وحرف الإيه أهو هنخليه إيه. طيب ناخد مثال. طيب عندي فعل ليزن، عندي فعل ليزن عشان في تركايه وانا قاصد اكتبه، عشان في تركايه انا عايز اقولها لك مع افعال معينه. بص كده، لما اجي اصرف فعل يقرأ ليزن اخره اي ان، هحذف الاي ان. بعد ما حذفت الاي ان هصرفه مع ايش، احط ايه زي الفل. دو هحط اس تي، يعني المفروض الفعل كان اسمه ليزن، انا حذفت منه الاي ان، المفروض مع الدو احط اس تي فتبقى اس تي، وهعمل التغيير بتاعي. طب الموضوع كده فيه مشكله، المفروض يكون عندي اس تي عشان مع الدو انا بحط اس تي. لا يا صديقي، في ملحوظه كنا قايلينها ليكوا وانتوا في اولى ثانوي. اي فعل في الالماني، اي فعل في ايه في الالماني اخره اس، او اس ست، او اكس، او ست اللي هي زد. اي فعل اخره حرف من الاربعه دول. يعني ايه اخره يا جماعه؟ يعني بص، شيل لي ان لقيت اخره ايه اس، شيل لي ان لقيت اخره اس ست، شيل لي ان لقيت اخره اكس، شيل لي ان لقيت اخره ست. مع الدو بدل ما بنحط اس تي لا بنحط تي بس. والملحوظه دي بتكون مع مين؟ مع افعال بتنتهي بحروف معينه ومع ضمير واحد بس اللي هو مين؟ دو. ليه عملنا الحركه دي؟ على اعتبار تخفيف للنطق. كده كده الاس فيها اس اهي، والاس ست بننطقها اس، والاكس نطقها في اس، والست نطقها في اس، فبالتالي انت مش محتاج تزود اس، اعتبرهم كانهم اس. فمع الدو بدل ما تحط اس تي هتحط تي بس. ودي كانت ملحوظه عايز اقولها لك، دي قديمه شويه بس بتحصل مع افعال معينه. نرجع للنقطه بتاعتنا. بص، الفعل خلاص حذفت منه الاي ان، مع ايش حطينا ايه؟ مع دو ما حطيناش اس تي عشان هو في اس، حطينا تي. مع اير واس وزي حطينا تي، فده بقى زي ده صح. مع فير وزي وزي جروس رجع لاصله اي ان، مع اير حطينا تي. بعد ما صرفناه بالشكل الطبيعي بتاعنا هيحصل تغيير مع مين؟ دو واير واس وزي. تعال نبص كده، التغيير بتاعنا واضح. بص، جينا هنا عند الدو وعند اير واس وزي وهنعمل التغيير. التغيير كان عباره عن ايه؟ بنبدل الاي باي اي، يعني قبل حرف الاي بنحط حرف الاي اهو. التغيير اتعمل هنا واتعمل هنا. دايما بقى مشكلتنا في الحته دي بتكون واضحه جدا. الاختلافات او الصعوبات اللي بتقابلنا هوضحها لك دلوقتي. انا عرفت ان الافعال اللي اشترك عندنا او الافعال الانغيجل ميسج اللي هي الغير منتظمه بيحصل فيها بعض التغيرات، وكمان عرفت ان التغيرات ديت مع ضمائر معينه مش مع كل الضمائر. والضمائر دي خلاص احنا حفظناها اللي هي دو وايا واس وزي. وخلي بالك انا ببقى مصمم اعيد كتير، ممكن الفيديو يبقى نص ساعه يبقى بعد كده تلاقيه ساعه الا ربع بعد ساعه. ليه انا بزود في الفيديو؟ عشان افضل اعيد وازيد، عشان انا مش واثق، انا اسف، في اي طالب. انا دايما بشوف الطالب ان هو بياخد الحصه يرميها. لا، طب انا هعيد وازيد معاك عشان لو انت رميتها على الاقل تبقى فاكر حاجه. بس انا شايف ان انت لو اهتميت بكل حاجه واتفرجت على الفيديو ده من غير ما تعمل اي حاجه، انت قاعد بس تتفرج، هتطلع مستفيد ان شاء الله 100% كمان. طيب انا دلوقتي لاحظت ايه؟ ان التغيرات الثلاثه اللي حصلوا كلهم كانوا مع نفس الضمائر. تمام. لاحظت كمان ان التغيرات دي في مقارنه انا عايز افكرك بيها. بص، دايما 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 في كل التغيرات هتلاقي التصريف بتاع اير واس وزي اخره تي، وبتاع اير اخره تي، بس هنا في تغيير وهنا مفيش تغيير. بص افكرك تاني، بسم الله. نيجي هنا اهو، بسم الله. هنيجي هنا اير واس وزي اخره ايه؟ تي، بس عملنا تغيير. هنا اخره تي بس ما عملناش تغيير. فدايما المقارنه واللخبطه هتكون في ايه؟ ان هيجي لك فعلين اخرهم تي بس واحد مثلا عليه املاوت وواحد ما عليهوش املاوت، واحد فيه حرف الاي اللي هو اي وواحد ما فيهوش. فبالتالي لازم تكون عارف ان اي فعل حصل فيه تغيير هو بيكون يا اما مع دو يا اما مع اير واس وزي. طيب بعد كده، بعد ما خلصنا الثلاث انواع، في افعال ليها تصريف خاص بيها، احنا بنقول عليه تصريف شاذ، بنحفظها زي ما هي. اول فعل عندي هو فعل ايه؟ زاين. اسمه ايه؟ زاين. واحد يقول لي ده انا زهقت من امه. ايوه يا عم زهقت منه وهقوله لك تاني. فعل زاين يعني يكون. بعد كده هابن يعني يمتلك. بعد كده نيمن ياخذ. بعد كده فيسن يعرف. مشتن يريد او يرغب. طيب دول كم فعل؟ 5 افعال، عايزك تحفظ تصريفهم زي ما هو. اول فعل ايه؟ زاين يعني يكون. لو عايز اقول انا اكون، ايش بن دو
du bist, es sie ist, es sie ist, sie groß sind, sie groß sind, ihr seid. تاني sein يعني يكون، تصريفه ich bin, du bist, es sie ist, sie groß sind, ihr seid. الفعل التاني haben يعني يمتلك أو لديه أو عنده، بيعبر عن الملكية، يمتلك أو لديه أو عنده. تصريفاته ich habe، du hast، es sie hat، sie groß haben، ihr habt. تاني ich habe، du hast، es sie hat، sie groß haben، ihr habt. ودول فعلين مهمين كمان هنتكلم عنهم تاني في المحاضرة الجاية، فاحفظهم ودايما ثابتين معانا في أي حاجة بنشرحها في المنهج. زين وهابن، زين وهابن. وملحوظة عايزك تعرف إن فعل زين بيجي مع حاجات معينة وهابن بيجي مع حاجات معينة. مش شرط أديك أمثلة على كل حاجة، إحنا عايزين بس ناخدهم بشكل عابر كده إنك تفتكر تصريفاتهم عشان هيقابلونا في المنهج. طيب زين كان بيجي مع إيه؟ كان بيجي مع الصفات، كان بيجي مع العمر، الأسماء، الأماكن، الوظائف، الجنسيات. هابن كان بيجي مع ايه؟ معناه يمتلك او لديه، فطبيعي يجي مع ايه؟ مع الممتلكات، بيجي مع افراد العائله، انا عندي اخ، انا عندي اخت، ich habe eine Schwester، ich habe einen Bruder، وهكذا. بيجي مع اسماء الامراض ودي مهمه انا عايزك تحفظها. هابن بيجي مع اسماء الامراض. اول وحده عندنا في ثالثه ثانوي، اول درس عندنا في ثالثه ثانوي بيتكلم عن جزندهايه الصحه. طيب هتلاقي عندنا مثلا عايز اقول انا عندي حمى، عندي برد، اقول ايه؟ ich habe، انا عندي. وبيجي مع المواد الدراسيه، واحد بيقول ايه؟ انا النهارده عندي انجلش، ich habe heute English، ich habe heute Deutsch، انا عندي النهارده الماني. وبيجي مع كلمات زي كلمه الجوع وكلمه العطش وكلمات تانية كتير، زي مثلا ich habe Hunger، انا اشعر بالجوع، ich habe Durst، انا اشعر بالعطش. فبالتالي دي معلومه احنا قلناها في اولى ثانوي، انا بعيدها لك بشكل سريع. يبقى كده فعل زين وفعل هابط تصريفاتهم مهمه. نيجي لفعل نيمن. فعل نيمن لما نيجي نصرفه هنصرفه عادي. بص هنحذف منه الاي ان، مع الايش زودنا ايه، مع الدو اس تي، اس زي تي، زي جوس اي ان، تي. هتلاقي او هتلاحظ ان حصل هنا تغيير. طب التغيير مع مين؟ مع دو واير واس وزي، بيفكرك بالافعال اللي قبله بس التغيير مختلف شويه. هنا كان عندي اي ها اللي هي اي اتش اتبدلت باي ام مع مين؟ مع دو واير واس وزي. افتكر الشكل ده، مع دو واير واس وزي حصل تغيير. فعل اسمه نيمن معناه ياخذ. فعل فيسن يعني يعرف. فيسن يعني ايه؟ يعرف. بص تصريفه بيجي لك ازاي؟ بيجي لك مع ايش اسمه فايس، مع ايش اسمه فايس. واحد يقول لي فايس ده اس ست، مش احنا عارفين ان الاس ست بتساوي دوبل اس؟ طب انت ليه كاتبها كده؟ كاتبها لك عشان ده الشكل المعتاد اللي بيقابلنا. الناس يقابلها كلمه فايس ما يعرفش يعني ايه. ايش فايس يعني انا عارف، جاي من فعل ايه؟ فيسن يعني يعرف. ايش فايس. وهتلاحظ كمان ان مع اير واس وزي اسمها ايه؟ فايس. يبقى هتلاحظ معايا وهتقول لي ايه؟ ده فعل فيسن، فعل في تصريفين شبه بعض بالظبط، اللي هو مين؟ ايش واير واس وزي، فايس. مع دو بتزود عليه تي مش اس تي عشان اخره اس ست، وقلناها ملحوظه من شويه. يبقى فايست. هنا بيرجع لاصله عادي جدا. بص ما شاء الله بقى اسمه ايه؟ فيسن. هنا حذفنا ليه انه حطينا مكانها تي بقى اسمه فيست. فخد بالك ان التصريفات بتاعت الافعال دي انت مجبر تحفظها زي ما هي. تاني فعل فيسن في تصريفين شبه بعض، ايش واس وزي، وهتلاحظ ان انا كاتبهم لك بالاس ست، وانت عارف المعلومه ان هي الاس ست بتساوي دوبل اس. الفعل الاخير عندنا هو فعل مشتن، معناه يريد او يرغب يعني عايز. تصريفه نفس التركه بتاعت فعل فيسن. تصريفه مع ايش اسمه مشت، تصريفه مع اير واس وزي اسمه مشت. الاثنين زي بعض. عايز اقول انا اريد ان ارغب، ايش مشت. هو يريد هو يرغب، يا مشت. الاثنين زي بعض. مع دو زودنا استي يبقى مشتست. مع فير وزي وزيجوست رجع لاصله مشتن. مع ايه حطينا تي يبقى مشتت. تاخد بالك من تصريف الخمس افعال دول. ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ نصرف الافعال دي على هيئه اسئله. 10 اسئله زي ما متعودين، هنجرب فيهم نصرف الافعال الاشتراك اللي احنا خدناها فوق ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. اول جمله جايب لك نقط وبيقول لك ايه؟ دو جان ومعنى فون نجيب محفوظ. هل انت بتقرا الروايات بتاعت نجيب محفوظ؟ قال له طب فعل يقرا اللي هو كان ايه؟
كان ليزن. صح يا صديقي. فعل ليزن ده لما اجي اصرفه هحذف منه الاي ان. طيب مع الدو المفروض تزود اس تي، بس هو في اس هتحط تي. طب افتكر معايا الفعل ده كان بيحصل فيه تغيير. كان التغيير رقم 3 بنحول الاي لاي اي لما نيجي نصرف مع دو واير واس وزي، فعشان كده هنختار ليست. فهمت انا ليه عملت التغيير؟ عشان عندي دو. طيب رقم 2 بيقول لك ايه؟ فو داين كيند. عايز اقول لك ملحوظه على كلمه كيند عشان في ناس كتير بتتلخبط في الحته دي. كلمه كيند يا جماعه جاي قبلها داين. داين دي ملكيه وهندرسها في المنهج بتاعنا. داين كيند. كلمه كيند اصلا الارتيكل بتاعتها الاصليه داس، فهو اسمه داس كيند. فلما تيجي قبلك كلمه كيند دايما عوض في دماغك اهو، حافظ ان اداتها ايه؟ داس. فبعمل كلمه كيند كانها ايه؟ اس. كانها ايه؟ اس. جدع. يبقى لما يقابلني دايما كلمه كيند بعملها كانها ايه؟ اس. طيب اس كان من الافعال او من الضمائر اللي كان بيحصل معاها التغيير. كان التغيير مع دو واير واس وزي. فانا عايز فعل بيحصل معاه تغيير واخره ايه؟ اخره تي. فهتدور معايا في الاختيارات. عايز فعل اخره تي، ده اخره تي وده اخره تي وده اخره اس تي، لا مش هينفع، وده اخره اي ان مش هينفع، يبقى يا ده يا ده. طب يا ترى اختار ده ولا ده؟ قلنا كن بنعملها كانها اس فالفعل تي ويحصل تغيير. التغيير هنا ايه؟ الاملاوت. التغيير هنا ايه؟ الاملاوت. مش مصدقني؟ ارجع للتغييرات رقم 2 هتلاقي فعل شلافن يعني ينام بيحصل فيه تغيير. طيب السؤال رقم 3 ماين اونكل جان شي. طيب ماين اونكل يعني عمي. عمي ده مذكر اعوض عنه بهو، وهو يعني اير، والاير بتاخد تي والفعل بيحصل فيه تغيير. طيب عايز فعل اخره تي وفيه تغيير. ده فيه تغيير؟ لا ده فيه تغيير. يا صديقي. طيب بعد كده عندي سؤال رقم 4 فاميليا باور. فاكر من شويه لما قلت لك هيقابلك كلمه فاميليا اوعى تقول ان هي جمع. هتقول ان هي ايه؟ مفرد. كلمه فاميليا تعامل معامله المفرد المؤنث عشان الارتيكل بتاعتها دي، فانا عاملها كانها زي. انهي زي؟ زي مؤنث. طب الزي مؤنث بيحصل معاها تغيير. التغيير كان مع دو اير واس وزي. احسنت. يبقى الزي هيحصل معاها تغيير وفعل اخره تي. طب يا ترى انهي واحد فيه تغيير؟ ده اخره تي وده اخره تي، بس التغيير حولنا الاي لاي فالاجابه هتبقى هنا. احسنت. السؤال رقم 5 فاس نقط دو يعني عايز فعل اخره اس تي وفي تغيير وفي تغيير وفي تغيير. يبقى فاس سبريشست دو ماذا تتحدث؟ بولنش und ein bisschen انجلش. انا بتكلم البولنديه والقليل من الانجليزيه. يبقى الاجابه هنا عندي هتبقى سبريشست. سؤال رقم 6 فراو فيبر. فراو فيبر السيدة فيبر، وفي كوما يعني احترمها، وفي زي جروس يعني احترام اكيد. يعني عايز فعل اخره ايه؟ اي ان. في تغييرات؟ لا. التغيير مع مين؟ مع دو واير واس وزي. اختار اللي اخره اي ان وشكرا لحضرتك. سؤال رقم 7 ماين برودا اخويا. اخويا عوضت عنه بايه؟ اير هو، وبيحصل معاها تغيير والفعل يكون اخره تي. طيب انهي فعل اخره تي وفي تغيير؟ هنا في تي وهنا في تي. طب انهي فيهم الصح؟ ده اللي حصل فيه التغيير؟ يبقى هو ده الصح. السؤال رقم 8 بيقول لك ديا ليغا نقط جوليا اون جانا بايم ليرنين. بيقول لك المعلم المدرس. الكلمه هنا الارتيكل بتاعتها دير. ده انا معلمك ومحفظك ومفهمك ان اي كلمه الارتيكل بتاعتها دير اعملها كانها اير، واير بتاخد فعل اخره تي وحصل فيه تغيير. انهي فعل هنا اخره تي؟ ده وده. انهي اللي حصل فيه تغيير؟ ده. شكرا يا صديقي يعني يساعد. السؤال رقم 9 لو انت مش ناصح وفاهم ومركز في اللي فات هتحلها غلط. واحد يقول لي ده هنا في دو سهله احلها على طول. لا. دو und dein Bruder. انت واخوك. انت مش لوحدك، انت معاك حد. انت واخوك يعني انتم، وانتم يعني اير، واير بتاخد فعل اخره تي بس ما حصلش معاه تغيير. التغيير كان مع دو واير واس وزي بس، ودو تبقى لوحدها مش معاك حد، دو لوحدها. دو واير واس وزي. هنا في دو und dein Bruder يعني انت واخوك انتم، وانتم يعني اير يعني عايز فعل اخره تي وما حصلش معاه تغيير. ده اخره تي بس حصل تغيير مش هينفع. ده اخره تي ما حصلش تغيير ده الصح. سؤال رقم 10 عندي نقط وعندي زي جروس. زي جروس يا جماعه يعني فعل اخره ان ما فيهاش اي كلام. طيب عندي الفعل ده اخره ان
والفعل ده اخره ان. اختار مين فيهم حسب معنى الجمله. اول ما تلمح كلمه شي بيجي معاها فعل فاغن. شي فاغن يعني تزلق على الجليد. شي فاغن، شي فاغن يعني تزلق على الجليد، فالاجابه هتبقى بي. وبكده يا صديقي انت بتعرف تحدد في الجمله الزوبيكت الفاعل، وتعرف تجيب الفعل وتصرفه، وكمان تعرف الفعل ده فعل عادي ولا فعل غير منتظم او فعل قوي. كمان تقدر تعرف ايه هي الافعال القويه او الافعال الغير منتظمه اللي قسمناها 3 حاجات. وكمان قلنا في 5 افعال نحفظها زي ما هي، فبالتالي الموضوع كده بالنسبه لك بقى لذيذ. تقدر تكون جمله بسيطه، جملة مكونة من فاعل زوبيكت مكونة من فعل مصرف بشكل طبيعي. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل باقي الأفعال، هناخد كام نوع من الأفعال، زائد إن إحنا هناخد الأوبجكت اللي هو المفعول، وبكده نبقى أسسناك وظبطنا لك الدنيا كلها بإذن الله. انتظرني في المحاضرة الجاية، هظبط لك كل حاجة. الألماني في أمان معانا بإذن الله. أشوفك على خير. تشوس.